السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هقول لك الخلاصة، هجيب لك كل حاجة، كل ما يخص يونت 3 في الجيومتري عن المنهج بتاع شهر 4 اللي انت ان شاء الله هتمتحنه، وان شاء الله باذن الله هيكون هو ده بالنسبه لك اللي كمان هيجي في امتحان نهايه السنه. انا كل اللي طالبه منك اللي انت بس يا جميل تبدا معايا كده، تسمي الله وتجيب ورقه وقلم وتجيب الكالكوليتور بتاعتك وتجيب كمان معايا كوبايه شاي كده صغيره عشان تبدا تركز معايا وتكتب كل كلمه ورايا. هجيب لك من الاخر، هقول لك كل حاجه ان شاء الله النهارده، هقول لك كل اللي انت عايزه، مقسم لك الدروس لاجزاء صغيره بسيطه. كل ما يخص المنهج، مش هتلاقي اي كلمه صعبه عليك بعد ما تتفرج على الفيديو ده. بسم الله توكلنا على الله، معاك ابوك واخوك مستر محسن منصور. بسم الله توكلنا على الله ويلا بينا يا شباب. يلا يا جماعه هنبدا نقسم دروسنا كده واحده واحده وعلى مهلنا. انا مقسم لك المنهج تارجت معين، جبت لك كل بارتيشن لوحده عشان تبدا تاخد وتدي مع المنهج وتلاقي الموضوع بسيط وسهل جدا 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 عليك. بسم الله توكلنا على الله. هنبدا كده معانا first comparing the measures of angles of triangle. مقسم لك الدروس كل معلومه صغيره جايبها لك، وهو ده اللي هيفيدك. خلي بالك احنا مش بكتر الاسئله، احنا عايزين نخش على الزتونه زي ما بيقولوا، يعني اقول لك الحاجه اللي هتيجي في الامتحان، مش عايزك توجع دماغك وتقعد تلف وتدور كتير. خلي بالك الكتاب فيه اسئله كتير، لكن اللي هيجي في الامتحان حاجه تانية خالص. بمعنى انا مش عايزك تتعب قوي في قصه منهج الجيومتري. ليه؟ الراجل لازم لما يجي يحط امتحان يبدا يجيب لك كل درس الحته المهمه اللي فيه. ركز معايا توكلنا على الله. هنبدا كده يا جماعه. اول درس بيتكلم عن حاجه اسمها الكومبيرنج ما بين انجلز اوف تراينجل. فاول ثيرم بيقول لي الراجل ايه؟ the length of two side in triangle are unequal. يعني لو حضرتك يا جميل لقيت اي اتنين سايد جوه تراينجل لقيتهم يا جميل not equal، يعني هتلاقي سايد اكبر من سايد، سايد اكبر من سايد. حلو قوي. فين الكلام ده؟ يعني مثلا جيت قلت لك ان تراينجل اي بي سي، حضرتك هنا شايف ان الاي سي، ركز كده يا جميل، الاي سي ده 7 صح كده، والاي بي ده جميل 5. قلت له جميل. مين هو الجريتست؟ والله يا مستر الجريتست اي سي. خلي بالك بقى، قام الراجل قال لك معلومه جميله قوي، قال لك زن ذا جريتست سايد او ذا جريتر سايد اوبوزيت تو ذا جريتست انجل. يعني دايما يا جميل الجريتست سايد هيبقى قدامه مباشره الجريتست انجل. قلت له طب وانا اعرفها ازاي؟ في ناس ناصحه عارفه ان ده كده اسمه جريتست، يبقى اكيد التاني اسمه smallest. تمام. قلت له جميل. يبقى فين الجريتست انجل؟ قال لي يا مستر ما هي الجريتست انجل اكيد اوبوزيت الجريتست سايد. طيب ادي اي سي، مين الجريتست انجل؟ اكيد ميجر انجل بي. تمام. قلت له صح، ما هنا بيقول لي يا جماعه الاي سي ده الجريتست سايد، يبقى اكيد ده الجريتست انجل. تمام. قلت له جميل جدا. طيب والسمولست سايد اللي هو الاي بي، فين السمولست انجل؟ اكيد هي مستر الاوبوزيت للسايد. قلت له طب افرض يا مستر انا بقى بتلخبط، تعالى بقى جميل، هسمي اسم التراينجل، هقول له التراينجل اسمه A B C. ركز بقى معايا. سينس مين الجريتست سايد؟ هيقول لي اي سي، هقول له ده جريتر ذان اي بي. خلي بالك يبقى لازم يطلع عندك انجل جريتر ذان انجل. قلت له يا مستر طب افرض انا مش عارف مكانها، تعالى اقول لك بقى على لعبه تعرفها بسرعه. بص يا حبيبي، اي تراينجل في الدنيا عنده 3 ليترز، انت هنا كاتب اي سي، مين ما اتكتبش من الثلاثه دول؟ يا مستر اللي ما اتكتبش البي، يبقى حطها هنا في النص، يبقى الانجل اي بي سي. شفت انا قريتها ازاي اهو؟ اي بي سي. طيب وده اسمه اي بي، مين ما اتكتبش يا جميل من الثلاثه دول؟ هتقول لي يا مستر اللي ما اتكتبش السي. هقول لك خلاص يبقى الترينجل اسمه او الانجل اي سي بي اللي انا اوريدي وريتها لك هنا. فعلا ميجر انجل بي لازم تطلع جريتر ذان ميجر انجل ايه يا جميل؟ سي. احنا عايزين ناخد معلومه واحده ونبدا نحل عليها بالاسئله المهمه اللي لازم تيجي في اي امتحان ان شاء الله. طيب بص كده يا جميل معايا، question number 1 بيقول لي in the opposite figure
in the opposite figure ABCD is quadrilateral. يعني ايه quadrilateral؟ يعني عنده 4 side، عنده 4 side. قلت له زي الفل. انت عايز ايه؟ الراجل بيقول لك خلي بالك انا معايا هنا السايد ده 8، ومعايا هنا السايد ده 7، ومعايا هنا السايد ده 4، ومعايا هنا السايد ده 5. انت عايز ايه مني؟ قال لي prove that اثبت ان measure angle ABC، يعني measure angle B greater than measure angle ADC. اهي. قلت له طب استنى بقى يا مستر، ده انت كل ده كنت بتكلمني ان انا لازم يكون معايا في الاول والاخر تراينجل. طب فين التراينجل؟ قال لي بص بقى جميل، هنا هنعمل حاجه اسمها كونستراكشن. كونستراكشن يعني هنرسم لاين كده صغير عشان نبدا نحل عن طريقه. بص يا جميل، هبدا ارسم اللاين ده كده. بص يا جميل، معايا انجل هنا بي، وهنا انجل مين؟ دي. يعني باخد التو لتر دول وابدا اوصل كده. ده اسمه كونستراكشن. تمام؟ كونستراكشن. درو. عايز اعرفه ان انا فاهم. درو اللاين مين هو؟ بي دي. قلت له جميل، انت معاك كام تراينجل؟ قلت له انا معايا 2 تراينجل. طب انا عايز ايه؟ انا عايز بروف ذات ان الانجل دي ماشي جريتر ذان الانجل اي دي سي. قلت له ممتاز. بص يا جميل، انا هشتغل في 2 تراينجل. الاول تعال نحدد اسم التراينجل اللي فوق. هبدا كده، انا معايا 2 تراينجل، معايا تراينجل فوق اهو اللي انا بلونه ده يا شباب عشان الناس تلاحظ القصه بتمشي ازاي. هبدا كده يا جميل، هخلص في ثانيه. سينس الاول عرفني التراينجل اللي هتشتغل فيه. هقول له ان تراينجل مين هو؟ A B D. تعرف عنه ايه؟ اعرف معلومه واحده بس. اعرف يا جميل ان الاي دي ب 8 لازم يطلع جريتر ذان اي بي. قلت له صح. طيب يبقى السايد اي دي ده الجريتست. فين الانجل اللي قدامه؟ قلت له تعالى انا عارفها. في ولد جميل قوي رد عليا وبص عليا وقال لي يا مستر الانجل السايد اهو. يبقى الانجل اهي جوه التراينجل. ولد تاني قال لي يا مستر لا مش باخد بالي، يعني بتلخبط جدا. قلت له تعالى حبيبي اقول لك طريقه تانيه اسهل. هنا مكتوب اي بي دي، حلو، وانا كاتب هنا اي دي، ممتاز. مين ما كتبش البي؟ هكتبها هنا. وهنا مكتوب اي بي، ممتاز. مين ما كتبش الدي؟ فهناخد الانجل ونقراها اهو. therefore measure angle A B D greater than measure angle A D B. ممتاز. وهسميها نمبر 1. قلت له ممكن تعلمني عليها؟ حاضر. احنا اتفقنا ان البي دي جريتست، انا هرمز لها جي. واتفقنا ان الاي دي بي، اي دي بي هي الانجل الصغيره دي يا شباب، هنسميها سمولست. جميل. هنزل في الترينجل بقى اللي تحت. تعالى بقى يا جميل نلون الترينجل اللي تحت بلون تاني عشان تخلي بالك. لوناه بلون موف. تعالى حبيبي احكي لك عليه شويه بالراحه كده. مين السايد؟ اقول له الاول ان ترينجل، هحدد اسمه دي سي بي. تعرف ايه عنه؟ اعرف معلومتين. اعرف ان في سايد جريتر ذان سايد لازم يطلع فيه انجل جريتر ذان انجل. اوعى تفكر في حاجه غير كده. قلت له طيب مين السايد الجريتست؟ الفايف اكيد جريتر ذان الفور. قلت له خلاص يبقى فعلا الدي سي جريتر ذان البي سي. وبالتالي يا جماعه اكيد في انجل جريتر ذان انجل. في ناس ناصحه تقول يا مستر طالما السايد دي سي يبقى اكيد الانجل اللي قدامه اهي البي يا مستر هي دي اللي بتبص عليه. فعلا برافو عليك. طب افرض انا يا مستر مش ناصح، تعالى حبيبي نشتغل بنفس الطريقه. انا كاتب هنا دي سي، مين ما كتبش من السرير لتر دول؟ تقول يا مستر البي حطها في النص يا قمر. وهنا معاك بي سي، مين ما كتبش الدي؟ اقرا اسم الانجل. قلت له اهي ميجر انجل دي بي سي greater than measure angle B D
سي. ممتاز. هنسمي دي نمبر كام يا شباب؟ نمبر 2. قلت له زي الفل. ممكن توريهم لي على الرسمه؟ حاضر. دي بي سي اهي قمر، دي بي سي اللي هي دي هسميها برضو جريتست، والانجل الثانيه اسمها بي دي سي. بي دي سي. قلت له تعالى وريني على الرسمه. قلت له اهي بي دي سي سمولست. طب معلش يا جماعه، كده الانجل دي كلها اكيد جريتر ذان الانجل دي من غير ما افكر، صح ولا غلط؟ قلت له صح. هكتبها ازاي؟ هقول له كده باي ادنج 1 و 2، باي ادنج 1 و 2. قلت له طيب باي ادنج 1 و 2 دي هقولها عشان ابدا اجيب الحل. هقول له يبقى زير فور. يعني ايه ادنج؟ يعني اعمل بلس. طب وانا لازم اعمل بلس؟ مش لازم يا جميل. انت كل اللي هتقوله لي انت كده كده عارف ان الاثنين دول يا قمر جريتست اهم. دي جريتست ودي جريتست ودي سمولست ودي سمولست، فاكيد انجل اي بي سي اكيد جريتر ذان انجل اي دي سي. يبقى تقول لي اهو زير فور ميجر انجل اي دي سي جريتر ذان ميجر انجل اي دي سي. تمام؟ تمام يا شبابنا. نبدا كده مع بعض في نمبر 2. برضو جايب لك على نفس الدرس، بجيب لك اكتر من مساله عشان اقول لك ايه الخلاصه اللي فيهم. تعال يا جميل. هنا بيقول لي اي سي جريتر ذان اي بي. قلت له ممتاز، انا شايف الكلام ده والله. طب انت عايز ايه؟ قال لي خلي بالك بس، طالما في سايد جريتر ذان سايد، طالما الاي سي جريتر ذان يا جميل اي بي، لازم يطلع في انجل جريتر ذان انجل. قلت له ده طبيعي. قلت له جميل. انت عايز ايه؟ قال لي بقى انا عايزك بروف ذات ميجر انجل اي دي اي، يعني الانجل دي يا سكر اهي اي دي اي جريتر ذان ميجر انجل اي اي دي. طيب ببدا كلمتين ازاي بقى؟ تعال يا سكر. ايه الجيفن اللي معاك؟ قلت له معايا يبقى شيل دي ادهم. قلت له تعالى يا جميل، ايه اللي معاك؟ قلت له سنس. هبدا بالجيفن اللي معايا. والله يا مستر انا معايا اي سي جريتر ذان اي بي، يبقى اكيد انا معايا زير فور انجل جريتر ذان انجل. قلت له صح. فين هي؟ لو انا مش عارف ارجع كده بالراحه. اي سي تمام، اكيد الانجل دي يا مستر الاوبوزيت، اوبوزيت اهي للاي سي. طيب وهنا اي بي اهو، يبقى اكيد الانجل دي الاوبوزيت في وشها يا جماعه، في وشها على طول. يبقى تمام. قلت له خلاص يبقى ميجر انجل بي جريتر ذان ميجر انجل سي، وممكن اكتبها هنا بي وسي بس ما عندناش مشكله. حلو حلو. معاك برايل؟ قال لي اه معايا برايل. طب ايه استفدت بالبرايل؟ تعالى اوريك. زمان واحنا في سنه اولى اعدادي خدنا معلومه كده جميله عن البرايل. البرايل ليه 3 اشكال، لا اما زد، لا اما اف، لا اما يو. لو جيت بصيت هنا حضرتك على الرسمه اللي قدامك هتلاقي ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل دي باي كورسبوندينج. باي كورسبوندينج شكل اف اهو يا شباب اهو، ده شكل اف اهو يا شباب. يبقى الميجر انجل ايكوال ميجر انجل باي كورسبوندينج. وهتلاقي الناحيه الثانيه نفس الكلام، ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل اي برضه باي كورسبوندينج. يبقى انا هقول له سينس، ابدا اعرفه ان دي اي باريل مع مين يا شباب؟ مع البي سي. يبقى حضرتك انا معايا two angles are equal. مين هما؟ والله ميجر انجل بي، ممكن اكتبها بي عادي خالص اهي يا جماعه، جريتر ذان ميجر انجل اي دي اي. ممتاز. طب وايه كمان؟ وكمان يا مستر معايا ميجر انجل سي، ممكن اكتبها سي عادي
equal measure angle AED. AED. قلت له جميل جدا. ارجع لي بقى اقول لك حاجه يا مستر، ده ميجر انجل بي، هسمي دي نمبر 1 ودي نمبر 2 ودي نمبر 3. اقول لك بقى معلومه جميله كده في السريع حبيبي، دي جريتست. ايوه مستر، ما انت قلت لي ان البي جريتر ذان سي، يبقى دي مين؟ سمولست. فطبيعي لما تطلع فوق يبقى دي برضو يا سكر جريتست، ودي مين؟ سمولست. يبقى انا هقول له كده، طبعا دول كده يا جماعه خلي بالكم لازم تكتب لي كده باي corresponding باي corresponding عشان تعرفوا اللي انت فاهم ان دول جيهم عن طريق جيهم عن طريق مين؟ جيهم عن طريق الاف يعني corresponding. خلاص يا باشا هقول له كده from 1 و 2 3 غصب عني وعنك طالما هي دي جريتست يبقى دي بقت ايه؟ سمولست. يبقى هتقولي بس ده ميجر انجل اي دي اي، وده الطبيعي greater than measure angle AED. مظبوط؟ قلت له طبعا مظبوط. تعال يا باشا نشوف نوع تاني من الأسئلة. بيقول لي ان تراينجل اي بي سي، بصراحة لما بيقول لي تراينجل أنا برسم وبريح دماغي. رسمت تراينجل، أي تراينجل يا جميل اي بي سي. إيه معلوماتك عنه؟ قلت له والله معلوماتي إن الاي بي ده 14 سنتيمتر والبي سي 6 والاي سي 10. طبعا انا بحط ايه؟ اي سايد يعني. فبيقول لي ايه يا باشا؟ arrange the angles of triangle ABC ascending in ascending order. تمام؟ طيب انا عايز ارتب الانجلز اوف تراينجل ascending يعني من الصغير ليه يا جميل للكبير. طيب هو حضرتك معاك سايدز ولا معاك انجلز؟ قلت له والله انا معايا سايدز. طب ما تيجي الاول نعمل arrangement للسايدز من السمولست للجريتست عشان هو بيقول لي ascending. مين السمولست سايد؟ قلت له بي سي. مين بعد كده؟ والله يا مستر. مين بعد كده؟ والله يا مستر اي سي. انا بكتب من السمولست للجريتست. مين بعد كده؟ اي بي. قلت له ممتاز. طب احط الساين كده يا مستر ولا احطها كده؟ يا راجل حرام عليك، ده انا بقول لك من السمولست للجريتست، يعني حضرتك لازم تحط الساين كده. يلا يا باشا نرتب الانجلز على طول وراها. ميجر انجل، ميجر انجل، ميجر انجل. قلت له طب ارتب الانجل ازاي عشان ما اتلخبطش؟ بالراحه كده جميل. هو البي سي هو ده؟ مين الانجل اللي قدامه؟ الايه يا مستر؟ اهي. قلت له طب اقول لك طريقه ثانيه بدل ما تبص على الرسمه، شوف الليتر اللي مش موجود وهو ده يا جميل اللي انت تكتبه. يعني دلوقتي الترينجل اسمه ايه؟ اي بي سي، صح ولا غلط؟ صح. انت هنا كاتب مين؟ بي سي. مين ناقص لك؟ ايه. انت كاتب هنا مين؟ اي سي. مين فاضل لك؟ بي. انت كاتب اي بي. مين فاضل لك؟ سي. يبقى انا كده يا باشا عملت ارينج للانجلز من السمولست لمين يا جميل؟ للجريتست. كده احنا خلصنا اول معلومه عن الدرس الاولاني. تعالى يا جميل ابدا اعكس الكلام. يعني ايه يا مستر تعكس الكلام؟ تعالى اقول لك. انا دلوقتي هعمل كومبير ذا لينث اوف سايدز اوف ايه؟ تراينجل. يعني ايه؟ يعني انا هنا بقى هعكس الكلام. الاول كنا بنقول لو عندك سايد جريتر ذان سايد يبقى عندك انجل جريتر ذان انجل. ايه رايك نعكس الكلام؟ لو عندك انجل جريتر ذان انجل اكيد من غير ما انا اقول لك سايد جريتر ذان سايد، صح كده؟ قلت له صح. طيب تعالى يا جميل، فاول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر اي دي بارل مع مين؟ مع بي سي. زي الفل. انت عايز ايه؟ قال لي بروف ذات ان البي سي ده، عايزك تقول لي ان البي سي ده جريتر ذان اي سي. حلو. طيب ايه رايك يا جميل؟ اول معلومه تقولها لي مين الانجل اللي قدام البي سي؟ يا مستر البي سي اهو، اكيد دي الانجل اللي ايه؟ الاوبزيت ليه. هلونها لك اهي. اهي. برافو عليك. طيب ومين الانجل الاوبزيت تو اي سي؟ يعني اللي قدام مين؟ اي سي. هلونها لك يا مستر اهي.
بي. انت ايه حوارك في السؤال ده كله؟ حاجه واحده بس، تروح تجيب لنا انجل ايه وتروح تجيب لنا انجل بي. حلو. وتلاقي حضرتك ان الانجل ايه جريتر ذان الانجل بي بس. يبقى انا يا باشا سالتك هل السايد ده جريتست؟ قلت لي اه يا مستر ده جريتست. يبقى لازم الانجل دي تطلع هي كمان جريتست. والسايد ده سمولست؟ ايوه يا مستر ده سمولست. يبقى لازم يا جميل الانجل دي تطلع سمولست. حلو الكلام؟ قلت له حلو الكلام. يلا يا جميل نمسح ونبدا نشتغل بقى على نظافه. انت معاك ايه في السؤال ده؟ قلت له يا مستر انا معايا معلومه واحده بس، ده انا معايا باريل جميل جدا 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 اهو، بيقول لك يا حبيبي حلني، ده انا باريل. بتعمل ايه بشكل الباريل ده؟ قلت له الباريل ده لا اما زد لا اما اف لا اما يو. انا يا مستر شايف شكل الزد بينده لي اهو، يعني الانجل ايه اللي فوق الجميله الصغننه دي قد الانجل بي. ليه يا ابني؟ شكل يا مستر الزد انا عارفها من سنه اولى اعدادي بكام؟ 42 ديجري. طب ايه رايك يا جميل نبدا نكتبها؟ قلت له تعالى سنس. والله يا مستر ده انا معايا الاي دي باريل مع البي سي، يبقى انا معايا انجل ايكوال انجل. برافو عليك، قول اسمها. حاضر، دي اي بي ايكوال ميجر انجل اي بي سي بكام يا جميل؟ قال لي 42 باي ايه؟ برافو عليك، باي الترنيت. باي الترنيت. ممتاز. وخليك دقيق. قلت له جميل يا مستر، خلاص انا جبت لك الانجل دي 42. طب ما انت قلت لنا يا مستر لازم اجيب الانجل دي، طب ما تجيبها يلا يا جميل. مش انت عارف ان السم اوف انجلز اوف ترينجل 180؟ قلت له اكيد يا مستر. هقوم كاتبها sum of angles او interior angles عشان ما حدش يزعل يعني. interior angles of triangle equal 180 degree. برافو عليك، يبقى انت اكيد هتعرف تجيب ميجر انجل بي اي سي. اكيد يا مستر، دي اسهل حاجه. ميجر انجل بي اي سي بكام يا جميل؟ قال لي هعمل 180. خلي بالك امسك الكالكوليتر معايا، ما تحلش لوحدك، احنا بنحل مع بعض احنا الاثنين وبنوضح لبعض الايه الاسئله. هعمل يا مستر 42 بلس 68. همسك الكالكوليتر زيك، 180 ماينس 42 بلس 68 طلعت معايا 70. هاجي هنا اهو كده يا جميل واكتب 70. اقوم سألك تاني نفس السؤال، انت عايز ايه؟ والله يا مستر انا كل اللي عايزه بروف ذات ان البي سي جريتر ذان اي سي. بي سي ده جريتست، يعني عايز انا كده كده عايز اعرف ان ده هو هيطلع الجريتست. يلا كده جميل نكمل مع بعض بسرعه. بيقول لك بي سي جريتست، ايوه يا مستر يبقى الانجل دي اكيد جريتست. فانت هتكتب لي كده كلمتين ورد غطاهم وما توجعش دماغك. سنس. والله يا مستر طالما ميجر انجل بي اي سي، انا كل لعبتي على الانجل دي والانجل دي بس، هم دول لعبتي في المساله، ان انا اجيب دي فجبتها 70 وان انا اجيب دي فجبتها 42. فمعلش يا جماعه هي ال 70 جريتر ذان 42؟ اه طبعا يا مستر. هقوم كاتب كده جريتر ذان ميجر انجل بي. طالما حبيبي ال 70 جريتر ذان 42 لا تتردد، يبقى معنى كده يا جميل ان البي سي جريتر ذان اي سي. وشكرا ليك. صعبه؟ يلا يا جميل ناخد كمان سؤال ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. جاب لي السؤال ده بيقول لي in the opposite figure measure angle ACD 150 measure angle CBE 110 prove that خلي بالك prove that AC. جميل، انا عايز AC ده هو greater than AB، يعني هو ده الجريتست. بالراحه كده، يعني ده جريتست؟ ايوه مستر انا عايز اثبت ان ده الجريتست وده smallest.
طب معلش يا مستر، مش احنا اتفقنا الجريتست انجل يا جميل لازم يكون في مواجهتها على طول الجريتست سايد؟ يبقى لو ده جريتست مش هتردد، يبقى الانجل دي لازم تكون جريتست. وهنا اي بي مين في وشها على طول؟ اهي يا مستر، يبقى الانجل سي دي سمولست. يبقى انا كل حواري في المساله دي يا جميل اروح اجيب الانجل اللي انا كاتب عليها جريتست، واروح اجيب الانجل اللي كاتب عليها سمولست، واقول له ان في انجل جريتر ذان انجل، يبقى في سايد جريتر ذان ايه؟ سايد. هخلص في كلمتين. يلا يا جميل نبدا مع بعض. بص كده سكر، اولا كلنا عارفين معلومه جميله جدا 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 جدا. ايه هي؟ قلت له يا مستر انا عايز اجيب الجريتست، هو ده ستريت لاين؟ قلت له ايوه ده ستريت لاين. فكنا بنكتب كده معلومه جميله، since ان البي belong to A E straight line. نسيتها مش مهم، تشغلش بالك، ده كلام فاضي، اكتب بس، اكتب اكتب، عايزينك تكتب بس. قلت له اقدر اجيب لك الانجل اسمها ميجر انجل A B C. شايفها يا جميل اهي A B او C دي اللي انا بجيبها. قلت له بكام؟ قال لي الستريت لاين ب 180 ماينس 110، طلعت معاك كام يا جميل؟ طلعت 70. قلت له ممتاز. طب ما تيجي نروح نجيب الانجل سمولست. قلت له تعالى بنفس الطريقه. سنس هو ده ستريت لاين؟ ايوه يا مستر ده ستريت لاين اهو، ستريت لاين انا شايفه وعارف ان الستريت لاين ب 180. طب ما تقولها. هقول له كده سي بيلونجز تو مين؟ سي بيلونجز تو بي دي. نسيتها، قلت لك يا باشا مش مشكله، ما تشغلش بالك، اكتب يا عم انجل بي سي دي ستريت انجل عادي يا جميل، اكتب بس اللي انت فاهمه. قلت له خلاص زيرفور هقدر اجيب لك الانجل اللي احنا كاتبين عليها سمولست اسمها اي سي بي 180 ماينس 150. كام يا سكر؟ 30. خلاص خلصت. اذا كانت دي يا راجل 70 واذا كانت دي يا راجل 30، 70 اكبر ولا ال 30 يا مستر؟ ال 70. هتقوم كاتب لي الجملتين دول سينس. والله يا مستر طالما ميجر انجل A B C greater than measure angle A C B، وادينا يا باشا المطلوب وجزاك الله كل خير. وخلصنا السؤال. يبقى الموضوع يا جماعه مش صعب، انا كل حواري في الموضوع ببدا ادور انجل جريتر ذان انجل، سايد جريتر ذان سايد، عكسنا ولا تفرق، سايد جريتر ذان سايد، انجل جريتر ذان ايه يا جميل؟ انجل. تعالى كمان ناخد مساله كمان فيها الرينج للسايد عشان تخلي بالك. يلا يا جميل بيقول لك تراينجل اي بي سي، انا بحب ارسم. لو خلصت كوبايه الشاي بتاعتك هات كوبايه كمان وتعالى، واوعى تكتب، اوعى تحل حاجه من غير ما تكتب، لان اساس الماس يا جماعه ان انا ببدا اكتب عشان اتعود على طريقه الحل. الموضوع بيمشي معايا ازاي؟ هل انا متعود ان انا بقرا بس الحاجات؟ يبقى انت بتحلها غلط، لازم تكتب. تعالى يا حبيبي، بيقول لي تراينجل اي بي سي، تعرف ايه عنه؟ قلت له والله معايا ميجر انجل اي 30. ممتاز. تعرف ايه كمان؟ اعرف ان ميجر انجل بي 70. ممتاز. ما تعرفش تجيب ميجر انجل سي؟ طبعا اعرف يا مستر، انا عارف ان السم اوف angles of triangle interior angle of triangle equal 180. اقدر على طول اقدر اجيب لك ميجر انجل سي. شايف بكتب واحده سنس واحده زير فور، موضوع بسيط. ميجر انجل سي equal 180 minus 30 بلس كام يا جميل؟ 70. هطلع لك الريزلت، طلعت 80. كتبتها لك. عايز ايه مني؟ قلت له تعالى انا عايزك تعمل لي الرينج للسايد لينس اوف ترينجل. قلت له انت عايز تعمل الرينج للسايد؟ قلت له اه. قال لي خلي بالك يا جميل انا مش معايا سايد، وانت معاك ايه؟ قلت له معايا انجلز. قال لي خلاص احنا هنرتب الانجلز وبناء عليها نرتب السايدز. يلا يا جميل. سنس معاك كام انجل؟ خلي بالك انت عايز اسند ولا ديسند؟ قلت له اسند يعني من الصغير للكبير. يلا نرتب الانجلز. والله يا مستر انا معايا 3 انجلز، ادي 1 2 3. انا برتب يا مستر من السمولست للجريتست. مين اصغر انجل؟ A. مين بعدها؟
بي، مين بعدها؟ سي. صح كده يا جماعه؟ انا برتب الانجلز من السمولست للجريتست عشان انت عايز اسند. جميل. طيب احط الساين كده ولا كده؟ خليك ناصح، خليك ناصح، ده انا بقول لك من السمولست للجريتست، يعني لازم احط الساين كده. صعبه؟ رتبت السايدز؟ قلت له اه رتبت السايد. قال لي طب رتبت الانجلز؟ قلت له اه. قال لي طب رتب لي السايدز. فين اصغر؟ خلي بالك، اذا كانت انجل سي، اذا كانت انجل اي 30 يبقى اكيد السايد ده هو اصغر سايد. ما تاخدش على الرسمه، انا برسم اي تراينجل، خلي بالك احنا بنتكلم على اي تراينجل. قلت له خلاص يبقى اكيد البي سي ده هو السمولست. تمام. طب الانجل بي مين قدامها؟ قدامها مين يا جميل؟ اي سي اهو، ملونهولك، يبقى اي سي. ومين اخر واحد يا جميل؟ اي بي. تمام. وحضرتك هتعمل السايدز كده. صعب يا جماعه؟ مش صعبه ان شاء الله. كمان مثال عشان نختم على الحته دي ونبدا نشوف غيرها. بيقول لي يا باشا ان ذا اوبزيت فيجر، معايا دي اي بارل مع بي سي، بيقول لحضرتك بروف ذات اي سي جريتر ذان اي بي. طيب مبدئيا فين اي سي يا جميل؟ اهو، هلونه لحضرتك عشان تشوفه اهو. ادي الاي سي. فين يا جميل اي بي؟ اهو يا مستر. اللي بالازرق ده جريتست، ده جريتست، يبقى لازم تكون الانجل دي هي الجريتست، ما هي اللي قدامه. واللي متلون باللون الريد ده الاحمر يبقى اكيد الانجل دي يا جميل سمولست. سمولست. قلت له جميل، هي معاك الانجل دي؟ قلت له لا مش معايا. يبقى انا كل حواري ان انا ابدا اشتغل واجيب لك الانجلز اللي ناقصاني دي. انا كل اللي عايزه يا جميل، عايزك تجيب لي ريليشن، علاقه بس واحده ما بين مين ومين يا جميل؟ ما بين الانجل بي والانجل سي. ولازم يا جميل الانجل بي تطلع جريتر ذان الانجل سي. طب ايه اللي معاك في السؤال؟ قلت له تعال، انا شايف ان معايا باريل. قلت له خلاص هبدا اهو. سينس، والله يا مستر ده دي اي باريل تو بي سي، يبقى انا جميل معايا ميجر انجلز ايكوال ميجر انجل. ده شكل ايه ده يا جميل؟ اه يا مستر ده شكل، شايفه 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 شايفه. اه يا مستر ده شكل ايه ده شكل الزد يا مستر، يعني الترنيت، يعني اذا كانت دي 50 يبقى غصب عني وعنك دي برضو كام يا جميل؟ 50. تعال نكتبها. يلا يا جميل، هبدا اقول له كده سينس therefore بقى اهو ميجر انجل دي، ممكن اقراها دي عادي جدا مفيش حد تاني، ايكوال ميجر انجل سي ايكوال 50 degree باي alternate، باي alternate. ممتاز. ايه كمان يا جميل؟ قال لي يا مستر خلصت. خلصت؟ مش دلوقتي البي جريتر ذان السي؟ قلت له اه. قال لي طب ما خلاص، طالما ميجر انجل بي جريتر ذان ميجر انجل سي يبقى اكيد يا مستر السايد ده اللي هو اوبزيت للبي اللي هو اي سي لازم هيطلع جريتر ذان السايد الاوبزيت للانجل سي اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو اي بي. صعب يا شباب؟ والله الموضوع في منتهى السهوله وجميل جدا، وما تقلقش. اوعى تفتكر ان الراجل هيلعب بيك او هيجيب لك اسئله خرافيه. لا حبيبي، المناهج ديت لسه مناهج جديده فيها شغل عالي جدا على الناس. احنا بس محتاجين منك تبقى عارف المعلومه الاساسيه في كل درس عشان تعرف تشتغل. يلا يا جميل، توكلنا على الله. هننقل دلوقتي على الدرس اللي بعده. هتكلم عن البروجيكشن واقليديان سيرم. قبل ما اتكلم عن اقليديان تعالى اوري لك معلومه جميله. اي تراينجل يا جميل في الدنيا رايت انجل تراينجل، وحضرتك معاك تو سايدز، معايا مثلا السايد ده 3 والسايد ده 4. تعرف يا جميل تجيب الاي سي اللي هو الهيبوتنس؟ ايوه يا مستر، اعرف اجيب لك الهيبوتنس. الهيبوتنس يا حبيبي عشان تجيبه بنعمل كده يا جميل، سكوير روت، خدتها يا باشا في الترم الاولاني، 3 باور 2 بلس 4 باور 2. هيطلع الانسر كام يا جميل؟ 5 سنتيمتر. حلو، ده الكلام ده لو انت معاك مين؟ لو انت معاك تو سايدز وعايز تجيب الهيبوتنس. تفرض انا عكست، يعني جيت قلت لك مش هعمل كده، هجيب لك ده 25 وهجيب لك ده 7. تمام. وعايزك تجيب بي سي، قلت له ولا حاجه، هجيب لك بي سي. يلا يا جميل،
هتعمل ايه؟ هعمل سكوير روت برضو، بس خلي بالك انا هنا بجيب سايد مش هايبوتنس، فبعمل ايه؟ بعمل ماينس. لو بجيب سايد بعمل ماينس، باخد الجريتست اللي هو 25 ماينس كام يا جماعه؟ ماينس 7، واطلع الانسر بالكالكوليتور. حلو، قلت له جميل جدا. طيب المعلومه دي معلومه قديمه، يعني انا لو بجيب هايبوتنس بعمل بلس، لو بجيب اي سايد عادي بعمل ماينس تحت الروت طبعا، وكل واحد عليه ايه؟ باور 2. قلت له زي الفل. طب انت هتضيف لي ايه بقى دلوقتي؟ هضيف لك كمان، هكلمك عن اقليديان سيرم. حلو، اقليديان ده جميل. الراجل بيقول لك لو لقيت حضرتك الرسمه دي كده يا جميل في اي مساله تجي لك، تمام اهي، وجي عملنا رسمنا كده A B C ونزلنا كده من فوق بيربنديكولار، وكتبنا كده كلمتين من عندنا، ان دايما الراجل هيقول لك ان الاي دي بيربنديكولار تو بي سي، وهيعرفك كمان ان ميجر انجل ايه 90. حلو الكلام، قلت له ممتاز. هدي لحضرتك 4 علاقات، حلو، دول انت تشتغل بيهم لو حضرتك عايز تجيب اي بي. حلو، هتقول يا مستر لو عايز اجيب اي بي هشتغل بالريليشن دي. طبعا يا جماعه انا بخاطب ناس عندها معلومه عن المنهج، شافته قبل كده، ولو والله لو حتى باصص من الامل ان انت شفته، انا مش بقول لك يا عم اللي انت تبقى خارق فيه، والله باصص من الامل بس ان انت شفت المنهج ده قبل كده. فاجي اقول لك طب انا عايز اي بي، احفظ معايا يا باشا، لو عايز اي بي باور 2. حلو، بنمشي كده يا جميل، بمشي كده بي دي، ركز ركز ركز، تايمز بي سي، بي دي تايمز بي سي. قلت له جميله، بي دي تايمز بي سي، يعني باخد سمولست مع جريتست. قلت له ده انا عايز اجيب مين؟ اي بي. جميل جدا. طب افرض يا مستر انا مش عايز اي بي وعايز اي سي، تعالى يا جميل، انا بقى المره دي عايز يا جميل اي سي ده. قلت له تعالى، هتعمل ايه؟ قلت له هاجي من الناحيه الثانيه، يعني لو عايز اي سي باور 2 هاجي كده هقول له يا جميل ركز ركز ركز، سي دي، سي دي تايمز سي بي، سي دي، سي دي تايمز سي بي. قلت له ممتاز، موضوع بسيط جدا وسهل اهو، مفيش اي حاجه خالص. قلت له طيب عايز ايه كمان؟ قال لي بقى تعالى اقول لك بقى على الزتونه. بص يا جميل، انا الاتنين دول ما بستخدمهمش الا يعني بص زي بيقولوا كده ايه، يعني لو انا بقى خلاص يعني وقفت معايا بقى المساله بستخدم دول. طيب انا بقى هقول لك يا باشا احنا بنعمل ايه في اي مساله. بص يا جميل، شفت ده بقى اللاين ده يا باشا مفتاح الحلول في اي مساله تقابلك، اي مساله تقابلك ده مفتاح الحل. حلو، عندنا ليه تو رولز، التو رولز دول اهم من بعض، هيجوا لك في سنه ثانيه وهيجوا لك في سنه ثالثه وهيجوا لك لحد ثالثه ثانوي. جميل، الراجل الاقليديان ده اكتشف ان الاي دي ده ليه تو رولز، واحده عليها باور 2، حط عليها كده باور 2، وواحده ما حطش عليها باور 2. الاثنين مهمين جدا 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 جدا. اللي حط عليها باور 2 ده جميل عمل كده، ركز 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 ركز، قال هناخد بي دي اللي حط عليها باور 2، بي دي تايمز سي دي اللي حط عليها جميل باور 2، خد الجزئين دول واشتغل بيهم. حلو، يعني معنى كده لو حضرتك في اي سؤال جبت لك سي دي وجبت لك بي دي، حضرتك هتبدا سؤالك من او حلك من الاي دي. قلت له جميل، هقول الرولز. ايوه يا باشا اهو، هقول لك بي دي تايمز سي دي، وانا دول هم يا باشا مفتاح اللعب بالنسبه لي، دول بيخلصوا لي اي مساله في الدنيا. ماليش دعوه بقى بالاتنين اللي فوق دول الا في اضعف اضعف اضعف، يعني بص لو انا خلاص بقى المساله زي ما بيقولوا فلتت مني، يعني مش عارف ادخل لها داخله، غير كده يا باشا انا مش هستخدم غير الاتنين اللي تحت دول، وهفرجك هعمل ايه دلوقتي. طيب تعالى يا جميل نتكلم كمان عن واحده من اهم دول اللي هو اي دي. قال لي خلي بالك اي دي ده يا باشا هقول لك طريقه كده نحفظه بيها عشان يبقى سهل وجميل عليك. اولا اي دي ده جميل بيمشي معانا كالاتي، ركز بقى يا جميل وركز بقى معايا. اولا اي دي ده لو معلوش باور 2، انا يا باشا لو هو معلوش باور 2 الراجل هيديك ال3 سايد، هيديك 3 سايد، هيديك ده
وده وده. هيديك كام سايد؟ هيديك 3 سايد. حلو، فانا بسميهم كده سمولست وسمولست وجريتست. حلو، هحفظهم بالطريقه دي، سمولست وسمولست وجريتست، سمولست وسمولست وجريتست ايكوال. تعالى يا باشا بقى نطبق. قالها لي كده اي بي تايمز اي سي اوفر بي دي. يعني لو انا معايا الثلاثه سايد يا مستر، اعمل سمولست تايمز سمولست اوفر جريتست، اجيب السايد اللي في النص، هجيبه واحل المساله في ثانيه. ايه رايك يا جميل؟ طيب يلا يا مستر وريني كده، عشان انا مش واخد بالي برضو انت هتجيب الاي دي ازاي وهيفتح كل المسائل معايا ازاي. تعالى يا جميل اوريك. تمام، تعالى يا قمر اوريك انا هعمل ايه. السؤال ده يا جميل هوري لك احنا بنعمل ايه. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ترينجل اي بي سي رايت انجل ترينجل ات اي واي دي بيربنديكولار تو بي سي. هبدا الكلمتين كده سنس. معاك ايه؟ معايا جملتين هبدا اكتبهم كل مره. ادي جمله منهم اهو، ترينجل اي بي سي رايت انجل ات ايه. تمام، ومعايا جمله جميله اهو ان الاي دي بيربنديكولار تو مين؟ بي سي. قلت له جميل جدا، هتعمل ايه؟ قلت له يا باشا انا كل حلولي مهما تطلب مني، يعني الراجل عايز اي سي وعايز اي بي وعايز اي دي، انا مش هبدا الا من ده. يلا جميل هبدا منه. طيب معايا مستر ايه؟ معايا الاثنين الصغيرين ولا معايا الثلاثه الكبار؟ قلت له لا معايا الاثنين الصغيرين. قال لي خلاص اخلص لك المساله بيهم. تعالى يا جميل هبدا كده اي دي. طبعا طالما هتستخدم ده هحط عليه برضه، هكتب الرول الاول. انت قلت لي بي دي تايمز سي دي، فببدا كده 16 تايمز 9 هيطلع معايا 144. بس يا مستر ده باور 2. ايوه، ما انا جاي لك في الكلام اهو. طالما باور 2 يبقى لازم تحط روت. لازم تعمل ايه يا جميل؟ تحط روت. هروح اطلع لك اللينس بتاع الاي دي بكام يا جميل؟ ب 12. اكتب عليه. عود نفسك بقى يا جميل، بعد ما تجيب اقليديان وتستخدمه مره ما تستخدموش تاني. ليه يا مستر؟ قال لي تعالى يا باشا، شفت الترينجل ده؟ قلت له اه شفته. ماله الترينجل ده؟ قال لي ما الترينجل ده دلوقتي انت ظاهر لك جواه 2 سايد، واحد ب 12 وواحد 16. قلت له اه فعلا. طب تعرف تجيب اي بي؟ قلت له ايوه اعرف اجيب اي بي ببايثاغورس. ايه ده بايثاغورس؟ ايوه حبيبي، ما ده هيبوتنس اهو. اي بي هيبوتنس، هعمل كده 16 باور 2 بلس 12 باور 2. مش ده هيبوتنس؟ ايوه يا مستر. هروح اطلع الريزلت بالكالكوليتر، انا برضو شغال زيك. طلعت معايا 20. حلو. طيب الترينجل التاني قلت له فين؟ قال لي اهو. شفته يا مستر؟ معاك كام سايد؟ قال لي برضو معايا 2. فينهم؟ شاور لي عليهم. قلت له حاضر اشاور لك عليه. ادي واحد اهو ب 12، وادي واحد اهو ب 9، وده فاضل لك. صح ولا غلط؟ قلت له صح. طب هو ده هيبوتنس؟ قلت له اه، ما ده برضه هيبوتنس يا مستر. قال لي تعالى نجيب لك اللينس بتاعه اهو يا حبيبي، وانا طالبه كده كده. هعمل سكوير روت وهعمل 9 باور 2 بلس 12 باور 2، هيطلع معاك يا جميل 15 سنتيمتر. صعبه؟ انا استخدمت بايثاغورس في كله ما عدا مره واحده بس استخدمت اقليديان اللي انا شغلته. تعال يا باشا نشوف مسألة تانية موجودة في التقييمات عشان تبقى عارف الوضع بيمشي ازاي معاك. السؤال التاسع يا شباب بيقول لي in the opposite figure triangle ABC right angle triangle at E. تمام. بيقول لي هنا AE اهو يا شباب perpendicular to BC اهو هو رسمه. فاحنا عايزين نجيب 3 سايد لينس، عايزين نجيب بي سي الاول اللي هو ده يا شباب اهو. عايزين نجيب الاول بي سي. فطبعا يا جماعه انا عارف ان بي سي ده هيبوتنس، فانا ممكن الاول احدد له اسم التراينجل اللي هشتغل فيه عشان اكمل طريقي. فبقول له اهو since
ان تراينجل، احدد له اسم التراينجل. انا والله اشتغل في التراينجل اللي تحت اللي هو بي دي سي. طيب ده مين اللي هجيبه ده؟ والله اروح اجيب لك الاول بي سي اللي هو الهيبوتنس. سكوير روت عادي جدا. طبعا يا جماعه السكوير روت احنا متفقين ان انت لو بتجيب الهيبوتنس بتعمل بلس، يعني 7 باور 2 بلس 24 باور 2 هيطلع معاك يا جميل 25. يبقى احنا كده بالفعل جبنا بي سي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ قلت له والله طالما جبت البي سي ما تكمل كمان جميلك وتجيب السايد اي سي. قلت له اه، طب ما ده برضه سايد جوه التراينجل واحنا متفقين لو ناقصك اي سايد هاته بايثاغورس. قلت له خلاص، بس انا هنا طلعت فين؟ طلعت في الترينجل اللي فوق. طب لو انا عايز برضو ازود معلومه هنا اقول له والله ده انا كمان عارف ان ميجر انجل دي 90، دي انا عارفها. طيب تعالى يا جميل، هتعمل ايه دلوقتي؟ والله بقى اروح اجيب لك اي سي، هحدد برضو اسم الترينجل، اقول له ان ترينجل والله اي بي سي. تعرف حاجه عنه؟ ايوه اعرف يا باشا المعلومه دي، ان الاي اي بيربنديكولار تو مين؟ بي سي. تعرف حاجه تانية؟ اعرف والله اعرف ان ميجر انجل اي 90. قلت له جميل، هتعمل ايه دلوقتي؟ هروح يا باشا اجيب لك اي سي، طبعا ده بايثاغورس برضو. طب ده سايد ولا هيبوتنس؟ لا يا جميل ده سايد، اهو سكوير روت. هنعمل يا جماعه 25 باور 2 عادي جدا اهو. تمام، ما خلي بالك ده سايد. قلت له يبقى 25 باور 2 ماينس 15 باور 2. هطلع يا جماعه الريزلت عادي جدا بالكالكوليتور، هيطلع معاك يا جميل سكوير روت 25 باور 2 ماينس 15 باور 2، طلع يا جميل 20. يبقى انا جبت كده المطلوب كمان التاني. قلت له زي الفل، ناقص لك ايه؟ قلت له ناقص المطلوب التالت اللي هو مين؟ اي اي. طب ما احنا اتفقنا يا جماعه لو احنا عايزين نجيب اي اي ده هنشتغل كده يا شباب. احنا معانا الثري سايد لينس اوف تراينجل صح؟ قلنا يا جماعه هنعتبر ده السمولست وده السمولست وده كله جريتست. قلت له خلاص يبقى انا هطبق القاعده smallest times smallest smallest times smallest over greatest اللي هم مين يا شباب؟ AC times AB over BC. هروح يا باشا بالكالكوليتور اظبط الدنيا، والله يا باشا 20 times 15 over 25. 20 times 15 over 25 طلع معايا جميل 12 سنتيمتر، وانا كده قدرت اجيب كل السايد لينس اوف تراينجل. طب تعالى مع بعض كده نشوف كويشن نمبر 10. طيب انا بحاول اجيب لك الافكار عشان برضو تاخد بالك بنعمل ايه. ان ذا اوبزيت فيجر بيقول لي تراينجل اي بي سي، تمام، رايت انجل ات اي واي دي بيربنديكولار تو بي سي. عايز مين؟ انا عايز بي دي بس، عايز الحته دي بس. قلت له طب ما ده ممكن اطبق عليه القاعده بتاعت اي بي باور 2، ده سهل. قلت له جميل، هبدا كده الاول سنس، والله الاول هكتب الجمله دي كلها اهي. والله تراينجل اي بي سي رايت انجل angled triangle at A، وكمان واحدة سنس يا عم من عندي، والاي دي بيربنديكولار تو بي سي. مش اختراع يعني يا جماعة، والله مكتوبة قدامي. طيب هتبدأ ازاي؟ قلت له بقى تعالى في كذا طريق، اسهلهم ان اقول كده اي بي باور 2 واشغله واخلص. اهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي تي تايمز بي سي. قلت له جميل، يبقى بي دي تايمز بي سي. تعالى يا باشا نعمل سبستيتيوشن ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. والله يا مستر تعالى، ده معانا يا مستر ب 12. طب بي دي مش عارفه، ما انا عايز اجيبه. بي سي معايا يا مستر 18. طيب ما انا متعود ان اي حاجه معموله تايمز ممكن اوديها الناحيه الثانيه ديفايد. يبقى بي دي عباره عن يا جماعه 12 باور 2 مظبوط ديفايدد 18. يبقى الحاجه اللي معموله تايمز يا شباب
هبدا احركها الناحيه الثانيه بايه؟ بالديفايد. تمام. همسك يا باشا الكالكوليتور واطلع الريزلت، يطلع 8. يا رب يبقى الموضوع سهل عليك، وفي كذا طريق للحل بس انا مش عايز اصدعك. طيب تعالى يا باشا نشوف نمبر 11. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر برضه اي بي سي رايت انجل تراينجل ات اي، والراجل عايز يجيب اللينس بتاع الاي دي. طيب قبل ما ابدا هقول الاول كده سنس انا معايا معلومه ان التراينجل اي بي سي اهو رايت انجلد تراينجل ات اي كوما واي دي يا شباب بيربنديكولار تو بي سي. ابدا الاول اكتب دي في الاول عشان هي دي اللي هتميز الطالب اللي بيفهم وعارف الدرس بيحكي عن ايه. بعد كده يا باشا ابدا تعرف تجيب ايه؟ قلت له اعرف اجيب اي بي اهو. اعرف اجيب مين يا جماعه؟ اي بي. قلت له اشمعنى؟ قال لي ما ده سايد ناقصني جوه الترينجل هجيبه اهو يا جميل. هبدا اقول له والله انا هجيب لك اي بي. جميل جدا، يبقى انت هتستخدم بايثاغورس، ما انا معايا تو سايد. فعلا هستخدم بايثاغورس 25 باور 2 ماينس 15 باور 2 هيطلع معاك كام يا جميل؟ 20. زي العسل، جبنا لك ده 20. تعرف تجيب ايه دي؟ قلت له ايوه يا مستر ما انت قلت لنا ده سمولست وده سمولست وده جريتست. خلاص يبقى انا هاجي اروح اجيب لك اي دي اهو يا جميل اهو. هقول له 20 smallest times smallest over greatest يطلع كام يا جميل؟ 12. خلاص جبت لك ده. طب عايز ايه كمان؟ قال لك انا عايز اللينس اوف بروجيكشن اوف اي بي اون سي بي. طيب تعالى بقى نكلمك كده شويه عن البروجيكشن نفكرك بنعمل ايه. بص يا جميل انا عايز اي بي اللي متلون ده باللون الاحمر عايزه ينزل على مين؟ على بي سي اهو. هلونه لك برده بلون ايه؟ الازرق. بص يا جميل انت معاك 2 بوينت، يعني الاي بي ده عن 2 بوينت، واحده هنا ركز كده يا جميل اسمها بي، واحده اسمها ايه، صح كده؟ طيب انا هعتبر الخط الازرق ده هو اللاند بتاعتي، الارض بتاعتي. حلو. اي بوينت موجوده على اللاند مش هحركها من مكانها. يعني دلوقتي بقول لك ايه؟ بروجيكشن يعني سيبه ايه؟ سيبه يقع ينزل تحت. البي هي كده كده موجوده على الخط الازرق صح؟ سيبها يا باشا زي ما هي، ما تشغلش بالك بيها. يعني بقول له كده بروجيكشن اوف اي بي اون سي بي، يبقى اول حاجه انا بكلمك عنها البوينت بي موجوده على الارض سيبها يا باشا باسمها. حلو. طب والايه يا مستر لما تقع فين؟ بص كده يا جميل الايه لما تيجي تقع هتقع هنا على مين يا جميل؟ على الدي، ماشيه في المسار ده اهو. يبقى انا كل اللي عايزه عايز اللينس بتاع مين؟ البي دي. قلت له تعالى نجيب لك اللينس بتاع البي دي اهو. طب ما البي دي يا باشا ممكن اجيبه لك من الترينجل الجميل ده، مش انت معاك تو سايد وفاضل لك واحد ما تجيبه يا باشا بايه؟ ببيثاغورس عادي. قلت له عادي سهل اهو. سكوير روت هنعمل 25 باور 2 هنعمل 20 باور 2 ماينس 12 باور 2 واطلع الريزلت. طلع معايا يا جماعه 16. يبقى انا يا باشا خلي بال حضرتك لما اجي اقول لك اي بي هعمل لها بروجيكشن، يعني ايه؟ اسيبها تقع على مين؟ على بي سي. فالبي كده كده موجوده على البي سي، موجوده على الارض بتاعتي، خلاص اسمها ما يتغيرش. والاي لما تيجي تقع دايما يا جماعه بنقع جنب الرايت انجل يا شباب. دايما بنقع فين؟ جنب الرايت انجل. تمام. وانا كان ليا فيديو قبل كده عملته على البروجيكشن ده بالذات عشان الناس تخلي بالها منه. تمام. طيب السؤال اللي وراه بيقول لي يا جماعه هنا بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، طبعا السؤال ده موجود في التقييمات. بيقول لي ترينجل اي بي سي رايت انجل ترينجل ات اي واي دي بيربنديكولار برضو مين؟ بي سي. والراجل المره دي مديني الاريا اوف ترينجل. حلو. طيب انا برضو هبدا نفس الكلام سينس. والله يا مستر انا حافظ الجمله دي اي بي سي رايت angled triangle at A. تمام. و ED perpendicular to BC.
حلو جدا. انت بقى المره دي مديني ايه؟ انت مديني الاريا بتاعت الترينجل. طب انا اعمل ايه بيها معلش الاريا دي؟ قلت له تعالى افكرك بحاجه. بص كده يا جميل، الاريا بتاعت الترينجل لو انا رسمت لك كده وقلت لك ده الرولز بتاع الاريا. اريا اوف ترينجل عباره عن هاف تايمز بيز تايمز هايت، صح كده ولا غلط؟ جميل. انت معاك إيه منهم؟ قلت له انا معايا الاريا بكام يا جميل؟ والله 150. تمام، معايا فعلا الاريا 100 ايه؟ 50. ومعايا كمان اللينس بتاع الاي سي اللي هو يعتبر يا باشا لا اما البيز لا اما الهايت، لان اساسا يا جماعه الانجل دي برضو ايه؟ رايت انجل. طيب فانا اعتبر اي سي ده يا عم هو الهايت. حلو، هشيل من هنا كده كلمه هايت وهخليها مين؟ 15. تعرف يا جميل تجيب لنا حضرتك البيز اللي هي مين بقى يا جميل؟ خلي بالك بقى، فين البيز والهايت دول على الرسمه؟ ادي يا جميل البيز وادي الهايت اهو، لان ده رايت انجل ايه؟ تراينجل. فانا يا باشا دلوقتي هعتبر بالنسبه لي ان البيز هي مثلا الاي بي والهايت هو ال 15، اي حاجه منهم ما تفرقش. قلت له خلاص، يعني انا كده ممكن امسح لك ده كده واحط لك ده كده 150 جوه اهو. قلت له جميل، تعرف تجيب البيز؟ ايوه يا باشا اعرف اجيب البيز. البيز دي اللي هي بالنسبه لك مين؟ اي بي. قلت له هعمل كده 150. طبعا يا جماعه اللي فوق اسيبه فوق واللي تحت اسيبه تحت، هاف تايمز 15 يبقى 150 ديفايدد هاف تايمز 15 طلعتها 20. حضرتك جبت مين دلوقتي؟ والله انا جبت الاي بي اهو. وفي كذا طريقه ممكن احل ايكويشن، بس الافضل اني برسم ايه؟ الاريا اوف ترينجل على جنب. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ قلت له اعرف اجيب لك بي سي بقى. قلت له برافو عليك، البي سي ده هيبوتنس، روح هاته. حاضر، سكوير روت، هعمل 15 باور 2 بلس 20 باور 2 هيطلع معاك يا جميل 25. طيب خلاص كمان جبت لك ده اهو بكام؟ ب 25. تعرف تجيب اي دي؟ ايوه يا مستر ما انا عارف اي دي ده، ما انت جبته لنا كذا مره. هجيبه ازاي؟ قلت له مستر هعمل سمولست تايمز سمولست اوفر جريتست. قلت له يبقى 15 اللي هو طبعا اي سي يا جماعه تايمز اي بي اوفر بي سي. تمام، واروح اجيب الانسر 15 تايمز 20 اوفر 25. الموضوع ان شاء الله بسيط وسهل جدا جدا جدا. تمام، هنبدا ننقل يا جماعه على جزء تاني. هكلمك شويه بقى على درس السيركل. طبعا السيركل يا جماعه معظمنا طبعا عنده ايه؟ خلفيه عنها. احنا بس كل اللي محتاجينه عنها حاجتين نعرفهم، حاجه اسمها اريا اوف سيركل وحاجه اسمها سيركمفرنس اوف ذا سيركل. تمام، الاريا يعني ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو هتقعد زي ايه الشاطر كده على الاقل تحفظ الرولز. الاريا اوف سيركل باي ار سكوير، اريا اوف سيركل باي ار سكوير. طيب والسيركمفرنس اوف ذا سيركل 2 باي ار، 2 باي ار. تمام، عايز تقولها باي تايمز دي ما عندناش مشكله، انا بس مش عايز ادخلك في فرعيات كتير عشان ما اضيعش وقتك. احنا الدرس ده محتاجين فيه حاجتين. اولا السيركل كلنا شفناها، تمام، ده بنسميه يا شباب ريديوس. اللاين ده بنسميه ريديوس، ريديوس. تمام، وده هو العامل الاساسي جواه بالنسبه لي جوه السيركل. تمام، وده اللي بالخط الازرق ده يا شباب بنسميه دايمتر، دايمتر، دايمتر. تمام، ولازم تبقى عارف حاجه ان دايما يا جماعه الدايمتر، الدايمتر نفسه، تمام يا شباب، بيتكون من كام؟ من 2 راديوس، يعني راديوس تايمز 2 يدينا الدايمتر. حلو جدا، يبقى انا كده عرفت كام رول؟ 2. السيركمفرنس 2 باي ار والاريا اوف سيركل باي ار سكوير. كل الموضوع مبني عليه يا جماعه، مبني على وجود الراديوس. معاك الراديوس تعرف تحل اي حاجه. طب ما تيجي يا باشا السؤال ده بقى قبل ما اقوله لك في حاجتين تعرفهم. الباي لا اما الراجل هيجيبها لك في السؤال 3.14 لا اما الراجل هيجيبها لك 22 اوفر 7. طب لقيتها يا مستر خلاص بكتبها، ما لقيتهاش هتسيبها مالكش دعوه بيها. حلو، هنبدا كده بكام سؤال من الحاجات الاساسيه اللي ان شاء الله هتجي لك في الامتحان. طيب السؤال ده لو جه بيجي بنسبه 80% في صوره ايه؟ تشوز، يعني اختيارات بس. طيب بيقول لي ايه؟ اريا اوف سيركل
whose radius 10. قلت له انا عارف الاريا انا عارف الرول باي ار سكوير. حضرتك معاك الباي؟ لا مالكش دعوه بيها. معاك الراديوس؟ بكام يا مستر؟ ب 10. هو الراجل قال لك الراديوس بس 10 باور 2 يا شباب. هطلع الانسر 100 باي لاني مش معايا الرولز او مش معايا الباي بكام. تمام، واروح اختارها. طبعا متر سكوير عشان ده ايه؟ ده اريا. ودايما في السؤال ده بالذات خلي بالك مع السيركل مش هيجي لك الا ايه؟ صوره تشوز بس. طيب بعد كده الراجل في السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ circumference of the circle whose diameter. طيب الراجل اداك ايه يا جميل؟ ادالك الاول خلي بالك كده، ادالك الدايمتر. قلت له يا مستر انا مش بشتغل بالدايمتر، انا بجيب نصه. يبقى الراديوس ايكوال هاف الدايمتر او diameter divided 2. هيطلع معايا كام يا مستر؟ 12 divided 2 هيطلع 6. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا جبت الراديوس. طب انت عايز ايه؟ انا عايز السيركمفرنس. يبقى 2 باي ار 2 باي ار 2 تنزل، الباي تنزل، الراديوس ب 6 يا مستر لسه جايبه. طيب هتكتب ايه بالكالكوليتور؟ هكتب 2 تايمز 6 بس اهي، والباي بتنزل مالكش دعوه بيها. وطبعا السيركمفرنس بتقاس بايه؟ بالسنتي يا جماعه، بالسنتيمتر. صعب واروح اختارها. يبقى 12 باي اهي. طيب السؤال الثالث الراجل بيقول لي راديوس لينس، خلي بالك بقى راديوس لينس اوف سيركل اتس ايه؟ سيركمفرنس. المره دي الراجل اداك مين؟ السيركمفرنس. قلت له سهله، الموضوع بسيط جدا، انا معايا السيركمفرنس. قلت له جميل، ممكن تكتب الرول؟ ايوه يا مستر، السيركمفرنس ايكوال 2 باي ار. الريزلت معايا بكام يا شباب؟ 13 باي. طيب انا مديلك السيركمفرنس ومديك الريزلت، هتعمل ايه؟ والله يا مستر انا كل حواري ان انا اوصل للراديوس، هكنسل الباي مع الباي يبقى 2 ار ايكوال 13. طب انا عايز اخلصك من ال 2 ديفايدد 2 وكله بيتحل بالايكويشن يا جماعه 6.5. روح اختارها يا جميل. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انا عايزك تجيب الدايمتر لينس اوف سيركل اتس اريا. يعني انا هدي لك الاريا. قلت له بسيطه، يعني انت دلوقتي معايا مين؟ معايا الاريا. قلت له جميل، انا عارف الرول بتاع الاريا. طالما معايا الاريا انا عارف الرول بتاعتها باي ار سكوير، باي ار سكوير، واكتب قدامها 36 باي. الباي بتكنسل الباي يبقى الار سكوير يا شباب ب 36. طب عايز اخلصك من الباور 2 روت، يطلع راديوس كام؟ 6. ممتاز. عايز تعمل ايه؟ انا عايز اجيب الدايمتر. قلت له تعالى، الدايمتر هو عباره عن كام راديوس؟ ولا يا مستر الدايمتر عباره عن 2 راديوس، يعني 2 من راديوس يا شباب، يبقى 2 تايمز 6 تطلع 12. تمام؟ السؤال الخامس بيقول لي 2 circles of area. يعني الراجل يا جماعه هنا مديني مين؟ مديني الاريا لكل سيركل. تمام؟ واحده 64 باي واحده والثانيه 100 باي. واللي زين ذا ريشيو بتوين ذير ايه؟ سيركمفرنس. طب الاول بس الاول احنا ممكن نستفيد بايه بالاريا دي؟ ان انا اقدر اجيب حاجه تفيدني فاقدر اطلع الراديوس. هنقسم بس الصفح كده معلش عشان نعرف بنشتغل ازاي. تعالى يا جميل، اول حاجه اقول لك تعالى نجيب مين؟ الاريا. معاك ايه؟ قلت له معايا الاريا الاولى وانا عارف الرول باي ار سكوير 64 باي. تمام، هكنسل الباي يا شباب مع الباي يبقى ار سكوير 64. هخلصك يا جميل من الباور 2 سكوير روت، هطلع لك الراديوس 8. يبقى انا كده استغليت ان انا معايا الاريا الاولى وبدات اجيب مين يا جماعه؟ بدات اجيب الراديوس. طب تعالى الناحيه الثانيه بقى، انا برضو معايا الاريا برضو باي ار سكوير السيركل الثانيه 100 باي. هكنسل يا جماعه الباي يبقى ار سكوير ايكوال 100. هخلصك برضو من الباور 2 بسكوير روت. جميل جدا، يبقى انا جبت مين كده؟ جبت الايه؟ الراديوس.
طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الريشيو بتوين ذير سيركمفرنس. طب ما تيجي نجيب السيركمفرنس الاول. مش السيركمفرنس اسمه 2 باي ار؟ قلت له 2 باي ار، يبقى 2 تايمز باي ما اعرفهاش تايمز الراديوس 8 تطلع كام يا جماعه؟ 16 باي. وبرده هنا هروح اجيب السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار، يعني 2 تايمز باي تايمز 10 تطلع كام يا جماعه؟ 20 باي. انت عايز ايه يا جميل؟ انا عايز الريشيو between their circumference، يعني عايز السيركمفرنس اوفر السيركمفرنس. فممكن اسمي مثلا ده سي 1 وده سي 2 اهو. اجيب الريشيو فاقول له كده 16 باي اوفر 20 باي. هكنسل واكتب يا جماعه كالكوليتور 16 اوفر 20، هتلاقي الريزلت طلع جميل 3 اوفر 4. تمام، هبدا اختار. خلي بالك يا جميل الدرس ده مش هيجي لك جواه الا اللي تشوز بس، يعني نادرا ما هيسالك سؤال عليه، بس انا حاطط لك برضو بعض الملاحظات عليه بس في الدرس اللي وراه. طيب بيقول لك ان اني سيركل، في اي سيركل سي اوفر دي. طبعا يا جماعه احنا كلنا عارفين ان السي اوفر دي، السي ده اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو السيركمفرنس، يعني 2 باي ار، والدي اللي هو الدايمتر، فممكن اكتبه يا جماعه 2 ار. لما تيجي نكنسل، هكنسل يا شباب 2 مع 2 راديوس مع راديوس، يبقى الحل باي. هدور في اللي تشوز هلاقيها موجوده يا شباب، هبدا اختارها. تمام، يا رب يبقى الموضوع سهل عليك. هننقل يا جماعه على الدرس اللي بعده، بس هاخد كمان المثال ده الاول عشان اوريك انا بعمل ايه بقى لو جالي مساله وموجوده برده في كتاب المدرسه. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، الراجل جايب لي اي بي. تمام يا شباب، جايب لي اي بي وجايب لي اي سي، وعايزني اجيب يا جماعه area and circumference of the circle in term of باي. طيب معلش يا جماعه، ما اذا كان ده 6 واذا كان ده 8، يبقى حضرتك اكيد هتعرف تجيب بي سي صح؟ قلت له طبعا. هروح اجيب لك بي سي اهو يا جماعه. بي سي اقدر اجيبه بسكوير روت، لان ده ايه؟ رايت انجل تراينجل، يعني 6 باور 2 بلس 8 باور 2 تطلع كام يا جماعه؟ 10. خلي بالك بقى يا جميل ان ال 10 دي 10 سنتيمتر، ده يعتبر مين يا جميل؟ ده الدايمتر كله. معنى كده ان الراديوس ب 5 وده 5 وده 5، يبقى الراديوس بكام؟ ب 5. طب انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب اريا اوف سيركل، يعني باي ار سكوير. باي ار سكوير يبقى باي تايمز راديوس ب 10 يا شباب. هيطلع معايا الانسر 100 باي سنتيمتر سكوير. طيب انا عايز كمان اجيب السيركمفرنس 2 باي ار. 2 باي ار يبقى 2 تايمز باي تايمز الراديوس، هيطلع معاك يا جيم 20 باي. الباي ما بنكتبهاش يا جماعه، بنسيبها مالكش دعوه بيها، الا لو هو الراجل جايبها لك في ايه؟ في السؤال وقال لك ان الباي ايكوال 22 اوفر 7 او 3.14. طيب هنبدا كده يا جماعه مع الدرس اللي وراه، وده مقسوم نصين، بيتكلم عن حاجه اسمها رايت سيركولار سلندر، وبيتكلم عن البريزم. بص يا جماعه، الموضوع كله عباره عن رولز، قوانين بنبدا نشتغل عليها. طيب السؤال ده بيقول لي يا جماعه، قبل السؤال انا عندي طبعا السلندر، ومعظمنا عارف السلندر يا جماعه. تمام، انا عندي 3 رولز. عندي lateral surface area، عندي total surface area، عندي فوليوم. طيب اللاترال سيرفيس اريا عباره عن، طبعا يا جماعه الناس الناصحه طبعا عارفه ان هو احنا كل اللي بنعمله بنعمل بريمتر اوف بيز تايمز هايت، بريمتر اوف بيز تايمز هايت، بس انا مش هقول لك كده بصراحه. انا هقول لك يا جميل، اول ما تشوف السلندر احنا عندنا 3 رولز. 3 رولز عندنا lateral surface area، total surface area، وعندنا فوليوم. اللاترال 2 باي ار اتش، 2 باي ار اتش. التوتال 2 باي ار براكت اتش بلس ار، 2 باي ار براكت اتش بلس ار. طب والفوليوم باي ار سكوير اتش. لو انا حافظ الرولز لاي شكل، الموضوع مش هياخد مني اكتر من نص دقيقه في كل مساله. طيب تعالى كده نبدا مع بعض المسائل المهمه. بيقول لي رايت سيركولار سلندر، تمام، ذا راديوس لينس 5، هو راسمها لي كمان ايه؟ الراديوس بكام؟ 5، ومعايا الهايت 10. تمام، انت عايزني اجيب ايه؟ قلت له انا عايز اجيب فوليوم، فاين ذا فوليوم،
وفايند توتال سيرفيس اريا. قلت له طيب نكتب الاول فوليوم. حافظ الفوليوم؟ قلت له اكيد يا مستر. الفوليوم عباره عن باي ار سكوير اتش. الباي معاك؟ لا سيبها. الراديوس معايا يا مستر ب 5 بس عليه باور 2 والهايت ب 10. همسك يا باشا الكالكوليتور واكتب 5 باور 2 تايمز 10 بس ونزل الباي يبقى 250 باي. ما تنساش ان الفوليوم يا جميل بيتكتب جنبه سنتيمتر كيوب زي الفل. طب عايز حاجه ثانيه؟ ايوه يا مستر، عايزك تجيب التوتال سيرفيس اريا. بنرمز لها كده توتال سيرفيس اريا. قانون جميل قوي 2 باي ار براكت اتش بلس ار. 2 باي ار براكت اتش بلس ار. تمام؟ قلت له زي الفل. قوانين سهله، محتاجه بس اقعد كده يعني شويه مع نفسي، ابدا اكتب القانون مره واثنين وثلاثه. هتلاقي ان احنا عندنا 3 قوانين في السلندر وبعد كده 3 قوانين في الايه؟ في البريزم، فالموضوع مش صعب يعني ان شاء الله. طيب 2 تنزل، الباي ما اعرفهاش تنزل، الراديوس معايا يا مستر ب 5 افتح براكت، الهايت معايا ب 10. تمام؟ والراديوس ب 5. طيب مين ما بيكتبش؟ الباي مالكش دعوه بيها. انا بمسك الكالكوليتر واكتب 2 تايمز 5 افتح براكت 10 بلس 5 بس. والله ما بعمل اكتر من كده. 150 واي اريا جميل سنتيمتر باور 2 اللي هي سكويريا. طيب تعالى بص كده على السؤال اللي بعده نشوف عمل ايه. بيقول لي رايت سيركولار سلندر اتس فوليوم. الراجل بقى عكس. الراجل يا باشا ادالك الفوليوم، ادالك الفوليوم، هو يديك الفوليوم ومديلك الراديوس وطالب ان انت تجيب مين؟ الهايت. قلت له طيب انا معايا ايه؟ قلت له جميل انا معايا الفوليوم. تعالى بقى. قلت له طالما معاك الفوليوم اكتب الرول بتاعته. قلت له انا عارفها باي ار سكوير اتش. ومعايا يا مستر الريزلت 1540. قلت له جميل تعرف ايه عنها؟ قلت له الباي الراجل مديهاني اهي 22 اوفر 7 كل حاجه في مكانها. الراديوس معاك؟ قلت له ايوه يا مستر الراديوس معايا ب 7. الهايت معاك؟ قلت له لا الهايت مش معايا. يبقى انا هستغل وجود الجيفن ده عشان اقدر ان شاء الله اجيب الهايت. طيب همسك الكالكوليتور الجميله واكتب 22 اوفر 7 تايمز 7 باور 2 طلعت 154 تايمز اتش. كل شغل يا جماعه بيتم على الايكويشن. طيب انا كده ممكن اخلصك من ده ان انا اوديه ازاي الناحيه الثانيه يا شباب؟ ديفايدد. هطلع لك الاتش. همسك الكالكوليتور 154 ديفايدد 154 هطلع الهايت. طلع كام يا شباب؟ طلع 10 زي الفل. يبقى انا استغليت الفوليوم يا شباب عشان اقدر اجيب الهايت. عايز حاجه تاني مني؟ ايوه يا مستر، عايزك تجيب لي اللاترال سيرفيس اريا. قلت له ده قانون اللاترال سيرفيس اريا دي رول يا جماعه سهله جدا 2 باي ار اتش 2 باي ار اتش بس. ال2 تنزل. يا جماعه المراجعه دي مش للشهر بس، دي اي حاجه في الجيومتري. يعني حضرتك وقت ما تعطل افتح يا باشا الفيديو هتلاقيني جمعت لك كل حاجه تخص ايه؟ يونت 3 دي كلها. طيب الباي مش معايا يا مستر؟ لا يا جميل معاك ب 22 اوفر 7. الراديوس معايا يا مستر ب 7 والهايت لسه جايبه ب 10. همسك يا باشا الكالكوليتور واخلص المساله. طلع معايا 440 سنتيمتر سكوير. السؤال اللي بعده بيقول لي فاين ذا هايت. الراجل عايز يجيبك يا شباب، عايز يجيب الهايت اوف رايت سيركولار سلندر whose، خلي بالك بقى الجمله بقى اللي جايه دي whose height equal to base radius. يعني الهايت قد مين يا شباب؟ قد الراديوس. الهايت قد الراديوس. قلت له طيب معاك معلومه ثانيه؟ قال لي اه. قال لي معايا الفوليوم 125. هي دي يا باشا المعلومه المهمه اللي هتفيدني. معاك فوليوم؟ قلت له اه. الفوليوم ايه هو؟ قلت له الفوليوم ايكوال، انا حافظ الرول يا جماعه اهو، الفوليوم باي ار سكوير اتش ده الفوليوم
equal 125 باي. تمام؟ هكنسل الباي مع الباي، يبقى ار سكوير اتش ايكوال 125. طب ما انا عارف يا مستر ان الهايت قد الار، صح؟ طب ما انا ممكن اشيل الهايت واكتب ار، او اشيل الار واخليه هايت. تفرق؟ ابدا والله يا سيدي، براحتك. شيل الار وخليه هايت اهو. تمام؟ قلت له تمام. طيب اتش باور 2 تايمز اتش، يبقوا كام اتش يا شباب؟ يبقى اتش باور 3. تمام زي الفل. طب ممكن تخلصني من الباور 3؟ قلت له اه خلصك منه عادي جدا بكيوب روت. هطلع مين يا شباب؟ هطلع الهايت. هيطلع كام؟ هيطلع 5. وطبعا احنا عارفين الهايت قد الراديوس، يعني 2 ايه؟ ايكوال. طيب تعالى يا باشا كده نشوف مسألة ممكن تيجي لي برضو في التشوز. بيقول لي هنا يا باشا if the volume of right cylinder 320 باي والهايت 20. انا عايز اجيب يا جماعة، انا عايز الدايمتر. قلت له طب تعالى يا باشا معاك ايه؟ قلت له والله معايا فوليوم. طب ما تكتب الرول. الفوليوم يا شباب باي ار سكوير اتش، باي ار سكوير اتش. ومعايا يا مستر 320 باي. يلا يا باشا كده هكنسل الباي مع الباي. جميل جدا. معاك ايه؟ قلت له معايا الهايت. قال لي طب ما خلاص، يبقى ار سكوير تايمز الهايت بكام يا شباب؟ الهايت ب 20. ببدا احل كله ايكويشن. الحاجه يا جماعه اللي معموله تايمز هبدا اوديها زي الناحيه الثانيه ديفايدد. اهو يا جماعه 320 ديفايدد 20 16. طب عايز اخلصك من مين؟ من الباور 2. جميل. الباور 2 بيروح ازاي يا شباب؟ يروح روت. يبقى انت هتجيب كده الار، تطلع الار بكام يا شباب؟ ب 4. طيب اذا كانت الار ب 4 يا جماعه يبقى الديامتر كام؟ ما تفكرش. الديامتر يا جميل تويس من الراديوس. الديامتر تويس من الراديوس، يعني قده كام مره؟ مرتين يا مستر. يبقى 8. روح اختار. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي رايت سيركولار سلندر اتس هايت 6. الهايت كام يا شباب؟ الهايت 6 والراديوس ايكوال هاف اللينس اوف هايت. يعني ده بالراحه كده، الهايت بكام؟ ب 6. طبعا انا عارفه الهايت هو ب 6. قال لي بقى معلومه كمان، قال لي والراديوس خلي بالك موجوده في كتاب المدرسه، الراديوس ايكوال هاف اللينس اوف هايت. يعني معنى كده يا جميل ان الراديوس بكام؟ ب 3. انت عايز نجيب ايه؟ عايز نجيب فوليوم. اجيب لك الفوليوم. يلا يا جميل اجيب لك الفوليوم. الفوليوم باي ار سكوير اتش. طيب الباي تنزل لاني ما اعرفهاش. الراديوس ب 3 بس باور 2 والهايت 6. همسك يا باشا الكالكوليتور واكتب 3 باور 2 تايمز 6 هتطلع معايا 54 باي. تمام؟ يا رب يبقى الموضوع سهل عليك. تعال يا باشا نبدأ كده مع الرايت بريزم. طبعا البريزم ده الناس شافته قبل كده في سنة 6 ابتدائي تقريبا، بس احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نجيب الفوليوم، ازاي نجيب اللاترال سيرفيس اريا، ازاي نجيب التوتال سيرفيس اريا. برضه جميل، الموضوع سهل جدا، هي عبارة عن رولز وبنبدأ نطبق على طول. طيب تعرف ايه؟ قلت له يا باشا الفوليوم عباره عن طبعا احنا بص جميل عشان تاخد برضو بالك حاجه. البريزم عامه في عندنا كذا شكل ليه. ممكن يقول لك ترانجولار بريزم يعني البيز بتاعته على شكل ايه يا جميل؟ على شكل تراينجل. ممكن يقول لك مثلا سكوير بريزم. تمام؟ او يقول لك كوادريلاترال بريزم يعني البيز بتاعته على شكل ايه؟ كوادريلاترال. طب لو كانت على شكل سكوير ممكن يقول لك في الحاله دي كيوب. ممكن يقول لك البيز على شكل ريكتانجل، يبقى في الحاله دي حاله خاصه اسمه كيوبويد. ممكن البيز على شكل هيكساجون، ممكن البيز على شكل بنتاجون، في اشكال كتير قوي. جميل. تمام. انا عشان ما اصدعكش هبدا على طول في المفيد. احنا معانا 3 رولز: فوليوم، لاترال سيرفيس اريا، توتال سيرفيس اريا. الفوليوم عباره عن بيز اريا تايمز هايت، بيز اريا تايمز هايت اهو يا جميل. حسب بقى شكل البيز. والله لو البيز على شكل ترينجل
هتروح تجيب لنا الاريا بتاعت التراينجل. لو البيز على شكل سكوير هتروح تجيب لنا الاريا بتاعت سكوير. هوريك دلوقتي انا بعمل ايه. طيب واللاترال سيرفيس اريا عباره عن بريمتر اوف بيز تايمز هايت، بريمتر اوف بيز تايمز هايت، والتوتال سيرفيس اريا يعني الاريا كلها يا جماعه عباره عن اللاترال سيرفيس اريا اللي انت هتكون ان شاء الله جبتها بلس 2 تايمز بيز اريا، يعني الاريا اللي فوق والاريا كمان ايه يا جميل اللي تحت. يبقى انا معايا كام رول؟ قلت له معايا 3، فوليوم، لاترال سيرفيس اريا، توتال سيرفيس اريا. حلو، قلت له جميل. الفوليوم يمكن اكتر حاجه الراجل بياكد عليها، بيز اريا تايمز ايه؟ هايت، واللاترال بريمتر اوف بيز تايمز هايت، والتوتال عباره عن اللاترال سيرفيس اريا بلس 2 تايمز بيز اريا. نكمل كده يا جماعة مع بعض. سؤال رقم 19 بيقول لي write triangular prism. طبعا يا جماعة البريزم ده ليه حوار مختلف شوية فتخلي بالك منه ربنا يكرمك. أولا بيقول لك write triangular prism. طيب with height 8، فين الهايت ده على الرسمة؟ الهايت اهو يا جماعة، تمام، ده الهايت موجود على الرسمة، تمام. and base، خلي بالك بقى البيز is right triangle، دي بقى اللي تهمني بقى. البيز اللي هي دي يا جماعة اهي، تمام. طبعا يفضل اول حاجه مع البريزم بالذات يا جماعه ان اخد البيز وافصلها لوحدها. طيب انا عارف البيز وعارف شكلها اهي، فصلتها، ده رايت، معايا ده 4 وده كام وده 3، دول التو سايد. تعرف حضرتك تجيب السايد التالت؟ اعرف يا مستر. هتعوزه اكيد، هروح اجيبه سكوير روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2، يطلع كام يا شباب؟ يطلع 5. طيب هتعمل ايه بيه يا باشا؟ خلي بالك يا جميل، البريزم بالذات لازم افصل البيز على جنب عشان اعرف اشتغل عليها. ليه؟ لان انا لازم اجيب حاجتين، لازم اجيب اريا ولازم اجيب بريمتر عشان اعرف اكمل الحل. البريمتر يا جماعه سهل، بيبقى بعمل ايه؟ سميشن للسايدز بس مش اكتر. يبقى 3 بلس 4 بلس 5، طلع معايا كام يا شباب؟ 12. الموضوع بسيط جدا وسهل. طيب عايز تجيب مين كمان؟ عايز اجيب اريا، يبقى هاف تايمز بيز تايمز هايت. طيب فين البيز والهايت يا جماعه؟ البيز والهايت للبريزم يا جماعه هما اللي دايما حوالين الرايت انجل اهم، تمام. يبقى هقول له هاف تايمز 3 تايمز 4، طلعت معايا كام يا جماعه؟ 6 سنتيمتر سكوير. طب انت عايز ايه في السؤال؟ قلت له تعالى انا عايز لاترال اريا. قلت له جميل، اللاترال اريا دي ليها رول. قلت له عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن perimeter of base تايمز هايت، perimeter of base تايمز هايت. طيب فين البريمتر يا جماعه بتاع البيز؟ انا لسه جايبه بكام يا جماعه؟ 12 والهايت 8، واطلع الريزلت 96. مش شرط ان الراجل يطلب منك كل حاجه يا جماعه، ممكن يطلب منك بس اللاترال اريا، الفوليوم. اهم حاجه اخد البيز افصلها على جنب الاول عشان اكمل حل صح. طيب تعالى يا باشا نشوف السؤال كده اللي وراه. بيقول لي the volume of right prism its base as a square. البيز على شكل ايه يا جماعه؟ سكوير. قمت انا راسم لك البيز على جنب اهو، والسايد لينس 10، يعني السايد بكام يا جماعه؟ ب 10، السايد 10 اهو. قلت له جميل، هتعمل ايه؟ قلت له يا باشا اول حاجه هعملها هاجي على جنب كده اجيب الاريا سايد تايمز سايد، سايد تايمز سايد عشان ده سكوير يا جماعه، يبقى 10 تايمز 10. حلو، يطلع كام يا جماعه؟ 100 سنتيمتر سكوير. وبعدين هجيب مين؟ بريمتر، هعوزه مش شرط بس انا هجيبه.
بريمتر عبارة عن سايد تايمز 4، أو اعمل يا باشا 10 بلس 10 بلس 10 بلس 10. اعمل كل السايدز ايه؟ بلس عادي، الشرط يعني. طيب انت عايز تجيب مين؟ والله يا مستر انا عايز الفوليوم. يبقى الفوليوم انا عارف الرول. اهم حاجه تكتب ايه؟ الرول بالنسبه لي area of base times height. area of base times height. معاك الاريا؟ معايا يا مستر 100. والهايت ده الهايت بتاع البريزم يطلع 800 سنتيمتر كيوب. مش شرط بقى يطلب الفوليوم، يطلب الليترال، المهم انا عارف الرولز وببدا اطبق. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي if the base of right prism is an equilateral triangle. يعني البيز على شكل ايه يا جماعه؟ equilateral triangle. قلت له جميل، هرسم equilateral triangle اهو. تعرف يعني equilateral triangle؟ كل السايدز equal. بكام يا جماعه؟ 5. طب عايز تعمل ايه؟ والله يا مستر انا عايز اجيب اللاترال اريا. طب ما تيجي نكتب الرول اهو. lateral area موضوع سهل جدا، عباره عن perimeter of base تمام يا شباب تايمز هايت. طيب ما انت مش معاك البريمتر بتاع البيز، ما تيجي نجيبها. تعالى نجيبها. بريمتر اوف بيز اهي. بريمتر اوف بيز، طبعا يا باشا البريمتر معروف، بعمل كل السايتس بلس بس. يبقى 5 بلس 5 بلس 5 يطلع كام يا جماعه؟ 15 سنتيمتر. واخلص بيه المساله اهو. 15 تايمز الهايت. الهايت معايا يا شباب كام؟ 4، يطلع 60 سنتيمتر سكوير. تمام. تعالى يا جميل نخش على درس الايه؟ الديستانس بين تو بوينت. درس سهل جدا جدا جدا. هفكرك بس الاول بنعمل ايه الاول. بص يا جميل، اي ديستانس بين تو بوينت احنا شغالين برول معينه. اولا يعني بيكون معايا 2 بوينت اهم، وليكن مثلا x1 y1 ومعايا x2 y2. انا كل اللي عايزه، عايز الديستانس ما بينهم، عايز المسافه دي. فالراجل يا باشا حط لي رول بشتغل بيه. تمام، حط لي رول بشتغل بيه يا جماعه. رول الديستانس. الديستانس بعمل كده يا شباب، سهل جدا جدا جدا. ممكن اسمي البوينت دي ايه والبوينت بي، واقول له مستر الديستانس هي اي بي عباره عن سكوير روت ده باور 2 بلس باور 2، ودي ماينس ودي ماينس. موضوع سهل جدا. باخد اكس مع اكس، وانا كاتب لك الرول هي على فكره. تمام، باخد اكس مع اكس، فباخد اكس 1 مع اكس 2، واي 1 مع واي 2. طب واحد قال لي مستر ده المفروض اكس 2 مع اكس 1، ما تفرقش يا جميل عشان هي في ايه؟ باور 2. تعالى بقى نجرب كده ونشوف بنستخدم رول ازاي. الرول ده بنستخدمه امتى يا جماعه؟ لما نحب نجيب الديستانس بين تو بوينت. طيب بيقول لي السؤال ده هيجي لك ان شاء الله في التشوز تقريبا في اول سؤال. What is the distance between the point A negative 3 و 4 and the origin point؟ انا بجيب الديستانس مع مين يا جماعه؟ مع الاوريجن بوينت اللي هي كام وكام؟ 0 0. هبدا اقول له الديستانس A، هشتغل على طول طبعا مش مسميها مش مشكله. هجيب الرول اهو يا جماعه، بظبط الشغل الاول اهو. موضوع بسيط جدا. بظبط الاول الشغل، براكب باور 2 بلس براكب باور 2. تمام، وفي النص يا جماعه دي بلس، ودول ثابتين ماينس. باخد اكس مع اكس، واي مع واي، اكس مع اكس، واي مع واي، يبقى نيجاتيف 3 مع 0 و4 مع 0. وبالكالكوليتور هتطلع 5. بنكتب كده يا جماعه لينس يونت. لينس يونت. لينس يونت. مفيش سنتيمتر بقى والكلام ده. طيب كويشن نمبر 23
الراجل هنا بيقول لي معايا بوينت A معايا بوينت B وات از ذا لينس اوف AB، برضه بجيب الايه اللينس، فبعمل كده روت، موضوع سهل جدا يا جماعه، وبكتب كده AB ايكوال، بظبط الشغل، براكب باور 2 بلس براكب باور 2 ماينس ماينس، ناخد يا جماعه اكس مع اكس، واي مع واي، 0 مع نيجاتيف 3 و4 مع 0، واطلع يا جماعه الانسر بالكالكوليتر والله. وبعدين يا مستر طب ما هو نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف، ممتاز ما عنديش مشكله، هيطلع 5 لينس يونت. طيب كويشن نمبر 24، الراجل يعني برضه جاب السؤال ده في كتاب المدرسه يا جماعه، وجابه برضه فين؟ في النماذج اللي نزلت، جابوا مره كده في اسئله الايه الجزء بتاع اللي اسمه دوت يا جماعه، اللي هو التقييمات. طيب بيقول لي find the circumference of the circle، الراجل عايز يجيب مين يا جماعه؟ circumference of the circle، هو السنتر، السنتر هو يا جماعه ام، تمام، and which passes through the point، عدى في اي بوينت، اي يا جماعه السيركل اي بوينت عليها 5 و6، انا كل اللي عايزه، عايز الديستنس بس دي يا جماعه، اللي هي الديستنس ما بين اي وبي، اللي هي تعتبر مين يا جميل جوه السيركل؟ الراديوس، تعتبر مين؟ الراديوس، هروح يا جميل اجيب الراديوس اللي هو مين يا جماعه؟ الديستنس ما بين الاي والام. طيب هروح اشتغل واجيب الروت، اهي براكت باور 2 بلس براكت باور 2 ماينس ماينس، كل اللي بعمله باخد اكس مع اكس، واي مع واي، اكس مع اكس، واي مع واي، تمام، واطلع الانسر يا جماعه بالكالكوليتر، ما تشغلش بالك خالص، هيطلع معاك 10، هيطلع معاك الانسر 10 لينس يونت، لينس يونت. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لك يا باشا انا عايزك تجيب السيركمفرنس، سيركمفرنس تقول انا عارفه اسمه 2 باي ار، 2 باي ار، يبقى 2 تايمز الباي مش معايا والراديوس ب 10، تمام يا شباب، واروح اطلع الانسر زي ما تطلع تطلع. ممكن بس معلش دي 5، اتاكد بس، روت روت يا جماعه ده 4 باور 2 تطلع 5، ماشي، فهنعدلها معلش ونخلي دي 5، يطلع 10 باي 10 باي، تمام يا جماعه، واكتب لينس يونت، لينس يونت، يا رب يبقى الموضوع سهل عليك. طيب كويشن نمبر 25، بيقول لك يا باشا prove that the point A B C D are vertices of rectangle، عايز اثبت ان النقط دي A B C D are vertices of ايه يا جماعه؟ rectangle، ما تفرقش براحتك، سمي من اي مكان اهو يا عم، A B C D. ازاي يا جماعه اثبت ان الشكل ده ريكتانجل؟ اولا لازم اروح اجيب كل السايدز، يعني اروح اجيب اللينس بتاع الاي بي، واجيب اللينس بتاع البي سي، واجيب اللينس بتاع الدي سي، واجيب اللينس بتاع الاي دي، خلينا ماشيين بالترتيب، احنا خدنا اي بي وبي سي ودي سي واي دي، هروح اشتغل يا جماعه اهو، اظبط الشغل الاول، براكت باور 2 براكت باور 2، اه يا جماعه واظبط الشغل كله الاول. طيب بص يا جميل كده، الاول تعالى نجيب الاي بي، شوف هتطلع كام، والله ياخد ايه مع بي 0 مع 6 و6 مع 0، والله الكالكوليتر هتجيبها 6 روت 2 لينس يونت، حلو جدا، يبقى انا عرفت ده، جميل.
طيب هروح اجيب بي سي، يبقى هاخد 6 مع 2، انا باخد اكس مع اكس يا جماعه، واي مع واي، واي مع واي، طلع معايا 4 روت 2. جميل، يبقى انا جبت ده يا جماعه اهو، بي سي 4 روت 2. طيب هروح اخد دي سي بقى، يبقى اكس برضو مع اكس، واي مع واي، هيطلع معاك يا جميل 6 روت 2. جميل جدا. طب هروح اخد اي دي، يبقى هاخد 0 طبعا اكس مع اكس يا جماعه، واي مع واي، تمام، هيطلع معايا 4 روت 2. عايز بس اوضح لك حاجه. اولا انت ممكن يجي لك الشكل لحد كده ويقول لك بروف ذات ان الشكل ده باريلوجرام بس. طيب لحد كده طالما التو سايدز اتش 2 اوبوزيت سايد ار ايكوال يبقى الشكل ده باريلوجرام. يعني انت لحد كده ممكن تقف على السؤال ويقول لك الشكل ده باريلوجرام تقول له اه. طب معلش يا مستر انا عايز اكمل واجيب الريكتانجل، لازم حضرتك تجيب اللينس بتاع الاي سي، تمام، واللينس بتاع البي دي ويطلعوا ايكوال. ماشي، هروح اجيب اللينس بتاع الاي سي برضه بنفس الرول اهو، واللينس بتاع البي دي اهو، واظبط الشغل الاول اهو. هاخد اكس مع اكس، واي مع واي. طب انا هشتغل على مين؟ هشتغل مع اي سي. اي سي يعني ده مع ده، 0 مع 2 و6 مع نيجاتيف 4، هيطلع معايا طبعا بالكالكوليتر يا جماعه، تمام. انا برضو بظبط معاك اهو، طلع معايا 2 روت 26. لازم التاني يطلع زيه، هاخد برضو بي مع دي، بي مع دي 6 بي مع دي، بي مع دي 6 مع نيجاتيف 4، وهاخد 6 طبعا احنا قلنا بي مع دي ها، و0 مع 2، طلع برضو كام يا جماعه؟ 2 روت 26. قلت له كده تمام، اكتب له بقى كلمتين كده، سنس. والله جميل، طالما الاي بي طلع ايكوال الدي سي، وطالما البي سي طلع ايكوال اي دي، يعني اتش 2 اوبوزيت سايد ار ايكوال، وطالما الدايجونالز اللي هم الاي سي طلع ايكوال بي دي، يبقى زين اي بي سي دي از ريكتانجل. تمام يا شباب؟ تمام. طيب تعالى يا باشا ناخد كمان سؤال على الحته دي. بيقول لي هنا in the opposite figure M is ايه intersection point of medians، دي موجوده في كتاب المدرسه. جميل، عايز تجيب ايه؟ قال لك انا عايز اللينس بتاع الاي سي. طيب ايه معلوماتك؟ قلت له يا باشا والله عندي معلومتين. الاول انا عارف ان الام دي، اولا طبعا هو الراجل بيقول لك ان البي ده رايت انجل، والام دي انترسكشن بوينت اوف ايه؟ دايجونال. مبدئيا كده يا جماعه انا عارف ان الاي بي ده اللي خارج من جوه الرايت انجل ده بيكون هاف الهيبوتنس، بيكون هاف ذا لينس اوف هيبوتنس. يبقى انا ممكن كده مبدئيا اقول له الجمله دي، خلي بالك بقى، انا الاول عارف ان البي دي هاف الهيبوتنس، قلت له حلو جدا عشان انا خارج من جوه رايت انجل، صح؟ قلت له هاف الهيبوتنس دي خدتها انا قبل كده. قلت له طيب قبل ما تعمل حاجه ما تيجي نجيب اللينس بتاع البي دي، مش معاك 2 بوينت؟ قلت له اه، هروح اجيب لك اللينس بتاع البي دي اهو بالرول اهو. هنعمل كده باور 2 باور 2، هاخد اكس مع اكس، واي مع واي، اكس مع اكس يعني نيجاتيف 8 مع 4، ودي موجوده في التقييمات يا جماعه، و10 مع 6. هروح يا باشا اطلع الرول بالكالكوليتور، معلش انا معاك اهو. طلعت معايا يا باشا 4 روت 10. حلو، قلت له جميل، يبقى انا كده جبت اللينس بتاع مين؟ بي دي. طب ما انا عارف يا باشا ان ده ميديان، اقوم قايل له بقى سنس. والله يا باشا اولا انا عارف ان البي دي ده از ميديان،
مظبوط، قلت له مظبوط. فانا اكيد متاكد وعارف ان الميديان بيبقى هاف اللينس اوف ايه؟ في هايبوتنس. قلت له خلاص يا باشا، يبقى معنى كده يا باشا ان البي دي، او ممكن اقول له الاي سي على طول، اكيد هيبقى توايس من البي دي. ليه يا مستر؟ ما هو يا جماعه الميديان هاف الهايبوتنس، يبقى الهايبوتنس بيبقى ايه؟ توايس من الميديان. يبقى يطلع كام؟ يطلع 2 تايمز 4 روت 10، قده مرتين يا شباب، توايس يعني، هيطلع 8 روت 10. بكتب برضو كلمه لينز يونت، ودي برضو موجوده في التقييمات. طيب بص كمان جميل في رقم 24. هنا بيقول لك معايا ترينجل الراجل رسمه، فالراجل بيقول لك انا عايزك تجيب الاي اف. طيب قبل ما نجيب الاي اف وندخلك في موال، انا ملاحظ ان انا معايا البوينت بي، قلت له ايوه فعلا، ومعايا البوينت سي. طب ايه رايك نجيب الاول اللينز اوف بي سي وبعدين احكي لك عن السؤال. قلت له فعلا اجيبه، تعالى يا باشا. البي سي ده اقدر اجيبه بالرول اللي احنا خدناه اهو، اهو كده. لو اجيب مين؟ بي سي، باخد اكس مع اكس، واي مع واي، نطلع الاول الانسر. طلعت معايا يا شباب 10 زي الفل، لينس يونت. طيب حضرتك مش الترم اللي فات خدت معلومه بتقول ان لو كانت الاي ميد بوينت والاف ميد بوينت، يبقى دي اسمها، بنسميها ميد سيجمنت. ميد سيجمنت، قلت له اه خدتها. ايه علاقتها بالبي سي؟ بتبقى هاف اللينس. طب ما تكتب الكلمتين دول يا جميل. هقول له بقى سنس، خلي بالك بقى، ده انا عارف ان الاي والاف ار تو ميد بوينت، ار تو ميد بوينت اوف اي سي واي بي. يعني كده معنى كده ان الاي ميد بوينت والاف ميد بوينت. قال لي خلاص، يبقى معنى كده يا جميل ان الاي اف هاف البي سي، او البي سي توايس، توايس من الاي اف. يعني قده كم مره يا جماعه؟ قده مرتين، صح كده؟ قلت له جميل، بس احنا المره دي عايزين مين؟ معلش، احنا عايزين اي اف، يبقى نكتبها العكس احسن. يعني اقول له كده الاي اف هو اللي هاف مين؟ البي سي. كام يا جماعه؟ 5 لينز يونت. يا رب يبقى الموضوع سهل وجميل عليك. طيب بص كمان معايا في السؤال اللي بعده عشان نختم الدرس ده ونخش على اخر جزء ان شاء الله. بيقول لي بروف ذات ذا بوينت A و B و C ار كولينير. يا جماعه كلمه كولينير دي يعني الثري بوينت موجودين على نفس اللاين. الثري بوينت موجودين فين يا جماعه؟ على نفس اللاين. طيب انت معاك كام بوينت؟ قلت له معايا 3 بوينت. قال لي خلاص روح الاول هات 3 ديستانس وبعد كده نحكي لك. يعني اروح اجيب اي سي، خلينا نبدا الاول اي بي، وبعدين اي سي، وبعدين بي سي. تمام، وبعدين نحكي لك هتعمل ايه. هروح الاول اظبط الشغل، اجيب الثري لينز. تمام، قلت له تمام وزي الفل. هظبط شغلي اهو، براكب باور 2، براكب باور 2. بحب بصراحه اظبط الشغل الاول، مش بحب احل على طول كده يا جماعه. ليه؟ عشان يبقى سهل عليا ان انا ايه، احط الرقم وخلاص مش هتعب يعني. قلت له زي الفل، ظبطت. طيب انت عايز تجيب مين؟ قلت له يا باشا الاول هجيب A مع B، يبقى نيجاتيف 2. طبعا اظبط الاول كمان علامه الماينس اهي عشان ما انساهاش، وانا شغال زي ما انا عادي. هاخد A مع B يبقى نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 3. عايز تكتبها بوزيتيف موافق، عايز تبقى نيجاتيف 3 عادي. طيب وبعدين 7 مع 4. طيب هاخد A مع C يبقى نيجاتيف 2 مع 1، وبعدين 7 مع 16، وبعدين B مع C يبقى نيجاتيف 3. تمام، مع 1 و4 مع 16. وهمسك يا باشا الكالكوليتر كده في ثانية أجيب لك النواتج. طلع يا باشا أول ريزلت روت 10 لينس يونت، والتاني
طلع معايا 3 روت 10، والتالت طلع معايا 4 روت 10. طيب تعالى بقى جميل، مين اصغر تو لينس هنا؟ قلت له اول اتنين دول. بص بقى اكتبهم ازاي، هكتب كده ادي ايه بي اهو. حلو. طيب ما انا كده لو كتبت اي بي واي سي مش هعرف، هيبقى كده في غلط. خلاص حط مين في النص؟ حط الكومن، مين اللي اشتركوا فيه هنا؟ الاي والسي اهو. يبقى خلي الاي اهي. فعلا اي سي ده صغير واي بي ده صغير. هل ده روت 10؟ اه. وده 3 روت 10. مظبوط. لو حضرتك مسكت اصغر تو سايد دول او اصغر تو لينس عملتهم بلس، هل هيطلع قد الفور روت 10؟ ايوه يا باشا. يبقى انت بس هتكتب لي معلومه واحده بس، طالما انا يا مستر خدت اصغر اتنين دول وعملت لهم بلس طلع قد الجريتست، يبقى انا كده ايه ثبت ان هم كولينير. فمش لازم طبعا ترسم لي عادي يعني، فبتكتب لي كده والله يا مستر طالما الاي بي بلس اي سي ايكوال بي سي، يبقى فعلا اي وبي وسي ار كولينير. يعني على نفس ايه يا جماعه؟ على نفس اللاين. فعلا لو عملنا دول بلس هتلاقي حضرتك الحته دي ظهرت لك 4 روت ايه يا جماعه 10. وانا عندي اثبات تاني للكولينير بس في الجزء اللي وراه ان شاء الله، اللي هحكي عليه ان شاء الله دلوقتي حالا. وهبدا معاك في اخر جزء بيتكلم عن حاجه اسمها سلوب اوف ستريت لاين. بص يا جميل عشان ما اصدعكش في السلوب ده، انا عايز منه يعني بالظبط ثلاث حاجات. اولا يا جميل انا عندي اربع رسومات قدامي، شايفهم؟ قلت له اه شايفهم. بص يا جميل لو انا رسمت راجل كده هنا، الراجل ده هيطلع على اللاين ولا ينزل؟ اولا كلمه سلوب معناها ميل، يعني ايه؟ يعني زي ما اكون انا بقول لك انا طالع على مطلع مثلا، فعايز اعرف المطلع ده ميله قد ايه، فده معنى كلمه سلوب عشان ما اطولش عليك يعني. طيب بص يا جميل لو لقيت الراجل ده طالع كده على اللاين من غير ما تفكر، يبقى السلوب ده بوزيتيف. الاسلوب ده جميل بوزيتيف. هتجي لي يا مستر؟ لا يا باشا مش هتجي لك، مش هاجي اسالك على السؤال ده خالص. بجيب لك بقى من الاخر، انا بجيب لك الخلاصه. تمام. لو لقيت الراجل ده طلع على اللاين يبقى الاسلوب ده طلعت اهو، طلعت على اللاين يبقى الاسلوب ده جميل بوزيتيف. يعني انا لو حبيت اجيب الفاليو بتاعته لازم تطلع بوزيتيف. طيب ولو انا رسمت هنا راجل كده ولقيته نزل اللاين ده، بدا ايه؟ الراجل ده بدا ايه؟ ينزل اللاين كده، ينزل، يبقى الاسلوب هنا جميل نيجاتيف. يعني لو حبينا نجيب الفاليو بتاعته لازم تطلع قيمتها ايه؟ نيجاتيف. وعندي حاجتين تحفظهم لي زي اسمك وهم دول مفتاح الحل. لو الستريت لاين ده اسمه اكس اكسس وده واي، وده اكس وده واي، اي ستريت لاين اهو بارل مع الاكس السلوب بتاعه ايكوال زيرو. السلوب بتاعه ايكوال كام؟ زيرو. وتعرف لي معلومه هعوزها، ان ساعتها يا باشا الواي 1 قد الواي 2. حلو. يبقى لما اجي اقول لك ستريت لاين باريل مع الاكس هترد تقول لي جملتين يا مستر، السلوب ايكوال زيرو، تمام، والواي 1 ايكوال الواي 2. مين هنستخدمهم حسب ظروف السؤال. طيب ايه كمان؟ قال لي افرض يا مستر الستريت لاين ده باريل مع الواي اهو، هتعرف لي معلومتين، السلوب انديفايند، يعني لما هم درسوا الفاليو بتاعته لانه قيمته ما بتطلعش. ليه؟ هبقى اقول لك ايه في فيديو تاني ان شاء الله عشان بس ما اطولش عليك قوي في الفيديو ده. طيب فالسلوب بالنسبه لك undefined، يعني ليس له ايه؟ ليس له قيمه. وخد كمان معلومه مني هتفك لك كتير من المسائل، x1 equal x2. يبقى انا عندي معلومتين دلوقتي، لو السلوب باريل مع الاكس يبقى السلوب ايكوال زيرو والواي 1 ايكوال واي 2. ولو السلوب يا جميل، لو السلوب يا جميل باريل مع الواي اكسس، تعرف لي يا باشا ان السلوب الفاليو بتاعته undefined واكس 1 ايكوال اكس 2. تعالى يا باشا اوريك الرول اللي احنا هنشتغل عليها. بيقول لي السلوب هو رول واحد بس يا جماعه، هو قانون واحد بس هنشتغل عليه. بيقول لي واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. ولو عايز تعكسه وتكتب واي 1 ماينس واي 2 اوفر اكس 1 ماينس اكس 2 براحتك، ما تفرقش ايه معانا. تعال يا جميل اوريك انا هحل ازاي. بيقول لي what is the slope of a straight line which passes through the point which passes through the two point A و B. السؤال ده موجود في كتاب المدرسة واحتمال بنسبة 90% واللي هيجي في الدرس ده. هقول له slope equal
لعبة. بص يا جميل أنا بعمل إيه بقى؟ بحط علامة ماينس، بحط علامة ماينس، ما هو اللي اسمه واي 2 ماينس واي 1. حلو. أنا بقى بقول لك بص بقى يا جميل، حط الواي فوق وحط الإكس تحت من غير ترتيب. يعني إيه؟ يعني ما تشغلش بالك مين يجي الأول، المهم تاخد نفس الطريقة. فأنا معايا هنا إكس واي ومعايا هنا إكس واي، فأنا بقول لك حط الواي فوق وحط الإكس تحت وخلص الموضوع على كده. ما تقوليش بقى اصل انا يا مستر حافظ القانون واي 2 ماينس يا باشا، والله ما تفرق، والله العظيم ما تفرق. تمام. فانا يا باشا هاخد اهو واي مع واي اهو، واكس مع اكس، وامسك يا باشا الكالكوليتور زيك وهطلع الريزلت في ثانيه بس، وخلص الحوار على كده. واي مع واي فوق، اكس مع اكس تحت اهي، واشتغل يا باشا عادي عشان بس ما نكترش عليك في شكل القوانين. تمام. طيب اللي بعده بيقول لي اهو what is the slope of a straight line which passes through the 2 point. انا عايز السلوب اللي يعدي في ال 2 point. قلت له يا باشا سهله في ثانيه، ادي السلوب اهو يا جميل. حط علامه ماينس، حط علامه ماينس، واي مع واي فوق، اكس مع اكس تحت، يبقى ادي اكس ادي واي ادي اكس ادي واي، يبقى 2 مع 2 3 مع 4، هيطلع الانسر كام؟ 0. بس يا باشا الموضوع بسيط، واختاروا من الاختيارات اهو. صعب؟ قلت له لا ده قانون سهل جدا. طب تعال نشوف مثال كمان. بيقول لي if the slope of a straight line which passes through the 2 point equal 7. slope of a straight line equal كام؟ 7. انا عايز حضرتك تجيب لي الكي. قلت له يا باشا سهل، مش انت بتتكلم عن السلوب؟ قلت له اه. قال لي هكتب الرول اهي، slope equal ادي ماينس ادي ماينس، واي مع واي فوق اهو، ادي اكس ادي واي ادي اكس ادي واي، واي مع واي فوق بلعب، اكس مع اكس تحت. بس الانسر انا عارفه كام يا جماعه؟ الانسر 7. قلت له طيب مش انت يا جميل ممكن تمسك الكالكوليتور وتعمل 9 ماينس 2؟ قال لي طبعا يا مستر. بكام يا جميل؟ قلت له والله ب 7. قلت له جميل اديك عرفت حاجه. طيب مش دي اوفر 1؟ قلت له اه. قال لي طب ايه رايك نعملها سيزور؟ انا عايز كي ماينس 3، هاخد يا جميل 7 تايمز 1 اوفر 7. وفي واحد يقول لك يا مستر مش لازم يعني، ما ال 7 زي ال 7 يبقى اللي تحت زي اللي تحت، براحتك. بس انا بقول لك عشان نمشي بصفه عامه، يبقى انا هعمل 7 تايمز 1 اوفر 7، تطلع لي كام يا جميل؟ تطلع لي 1. الحاجه اللي معموله ماينس بتبدا تتحرك ببلس. جميل يا مستر. طيب وريني بقى لو كان بارل مع الاكس اكسس. بيقول لي find the value of k such that the straight line which passes through the 2 point بارل مع الاكس. خد بقى مني معلومه كده في السريع، مش انا لسه قايل لك لو انت بارل مع الاكس تقوم كاتب لي كده since طالما الستريت لاين بارل تو اكس اكسس، تو اكس اكسس، ما تفكرش ما تفكرش، يبقى الواي 1 ايكوال الواي 2 بس. بس خلاص يا باشا، يبقى الواي 1 والواي 2 قد بعض، يبقى الكيب كام يا جماعه؟ 1. طب افرض يا مستر جالي في الامتحان وقال لي بارل مع الايه؟ مع الواي اكسس، ما تفكرش، يبقى اكس 1 ايكوال اكس 2. تعالى يا جميل مع اخر سؤال هنختم بيه. بيقول لي بروف ذات ذا بوينت A و B و C ار كولينير. ايه ده يا مستر هو كولينير بيجي مرتين؟ ايوه جميل، بيجي في درس الديستانس وبيجي في درس السلوب. مين اسهل؟ بصراحه الحل في درس السلوب افضل واسرع. هنا بيقول لك بروف ذات ان برضو ال 3 بوينت دول ايه؟ كولينير. بروح يا جميل اجيب 2 سلوب، بجيب السلوب بتاع الاي بي واجيب السلوب اوف مين يا جميل؟ بي سي، بجيب اي اتنين. تمام. طبعا يا جماعه اتفقنا اهم من الشغل تظبيط الشغل. ظبط، حط علامه الماينس، ما تترددش، خليك ايه؟ جريء وقوي.
طيب عايزين نجيب السلوب بتاع الاي بي، قلت له يا باشا ادي الاي وادي البي، ادي اكس وواي وادي اكس وواي. اتفقنا الواي فوق والاكس تحت من غير ايه ما توجع قلبك، يبقى ال2 مع ال4 اهي. وتعالى معلش همسح لك ده بس عشان اسيب لك مساحه شويه. تمام، 2 مع 4 1 مع 2. والله يا مستر الاجابه هنا طلعت لي طبعا بالكالكوليتر يا باشا عشان ما يعني ما تغلطناش بعد ما جبنا وخلصنا. طلعت معايا 2. طب هروح اجيب يا باشا السلوب الثاني، سلوب وبي سي. هحط يا باشا ماينس وماينس، واي مع واي فوق، اكس مع اكس تحت، واي مع واي فوق، اكس مع اكس تحت. يلا كده جميل. خد 4 مع نيجاتيف 6 وخد 4 2 مع نيجاتيف 3، وان شاء الله برضو هتلاقي الريزلت طلع ايه 2. طالما يا جميل السلوب زي السلوب هقوم كاتب كده سنس، طالما السلوب اوف اي بي ايكوال سلوب اوف بي سي، يبقى ان شاء الله يا جماعه انا عارف ان الاي والبي والسي ار كولينيار. ار ايه يا جماعه؟ كولينيار. شكرا لكم يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده للمراجعه، ويا رب يا رب اكون فعلا قدرت افيدك والم لك الموضوع بشكل كده فيه يعني بسيط وايه وسهل، وما يعطلكش ان شاء الله في المذاكره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.